نادي الزمالك مخطوف. داخله جامده قوي. مدير رياضي من بره هويه نادي الزمالك. لا، وجدنا ان طريقه اداره الكره في نادي الزمالك غير احترافيه بشكل كامل. هو اصلا كان وكيل لاعبين. عرض على الزمالك 3 اشخاص منهم حسام الزناتي تقييم النجاح الكبير قوي يبقى في انديه شعبيه تحت الضغوط واحد. ثم دلوقتي هل ميدو هو اللي هيشيل الشيله بتاعت جون ادوارد؟ الاهلي احيا بيراميدز. تفتكر ان نادي الزمالك عنده مشكله في الانتماء؟ والزمالك احيا الاهلي. مفيش اصلا حد من نادي الزمالك شغال في نادي الزمالك. انا بقول لك عمرو اديب اشرس من مجلس الاداره في المحاربه على الارض. انت بتتكلم عن نادي الزمالك. ايوه انا بقول لك انت بتتكلم عن الزمالك. معلومه يقينيه. طيب مشكله التسريبات، تصريح رسمي من خالد مرتجي وتصريح رسمي من هشام نصر. وجون ادوارد هو اللي خلص على شيكابالا. تدخل خناقه مع ميدو او مع شيك غير الاصلي مش الصيني ده اللي عندنا. الخطيب كان ممكن ما ينزلش الانتخابات. الاهلي له حاله كده لوحده في حوار الفلوس. هل هي فلوس ولا انتماء؟ الاهلي هو المزاج العام. ما هو الاهلي برضه هياخد 60 بطوله تاني. المصري هينافس على الهبوط اكيد. كابتن حسام بيحب وبيكره. الله لا واعمل بقى واموت بقى. عفيفي قدر ينتصر على 7 بس في القعده اللي انا قاعدها والله ما حدش قرب لناس زمان. فانا قاعد والزمالك بتهان في سايبرات اسماعيليه كلها. يعني كنت بشتغل في السايبر لما بخلط. بتعمل كام من اليوتيوب؟ اقول لك شوف اتفضل اللي بيتاجر بيه وانا في بتاجر ايه على انت مين انت وانت ايه اصلا؟ انت حته هوا مالكش لازمه. بس انا كنت قاصد ان الحلقه تروح لكده. احمد مصطفى سانتياجو. حبيبي علم. احمد قول لي، هو نادي الزمالك مخطوف؟ بمعنى يعني انت داخله جامده قوي. لا مش بص، نادي الزمالك مش مخطوف، بس في قواعد جديده ممكن تكون مختلفه عننا، ممكن انا نفسي ما كنتش فاهمها عادي. بس ده مش يعني مش الشكل المتعارف عليه في اداره نادي الزمالك فيما سبق. ولكن اعتقد اللي كانت الناس يعني النهارده مثلا نزل بيان من جون ادوارد من شويه كده دلوقتي اول مره يتكلم حتى على طريق فيسبوك او حاجه. حتى في تقديم جون ادوارد فاكر انت لما جيت تقدم ما تقدمش بصوره ولا بحاجه، فهو ما بيظهرش. ممكن يكون هو ده ستايله في الحياه، ممكن يكون عنده مشكله في القصه دي، ممكن يكون ده طريقه شغله، كل ده هو حر فيه مش قصتنا. لكن انا بتكلم اللي لما الناس لما اتكلم النهارده الناس بدات هديت شويه صح. ليه؟ لانه بدا حد يكلمهم. ففكره اللي لا احنا هنعمل الجديد ده المختلف ده الجامد ده او الوحش ده او الضعيف ده من وجهه نظر ناس كتير. لكن من غير كده انتوا من غير ما حد من غير ما حد لا ما اعتقد اللي ده صعب جدا اللي الناس حتى تتقبله او تقبله. فكان المفروض ان الناس كل طريق يبقى انا بشرح. انا النهارده والله طموحي حد شرح السنه دي نادي الزمالك مثلا هياخد مركز ايه او طموحنا ايه السنه دي. مثلا مش هنرجع دوري ابطال يا جماعه السنه دي استحملونا، لا هنرجع دوري ابطال واحنا متاكدين ايه طموحنا، ايه اللي هنعمله، ايه الاستراتيجي بتاعت نادي الزمالك. كل ده في اي مكان في العالم مسموش. حتى حد بيحب الميديا او ما بيحبش الميديا في اي مكان في العالم، هات اي نادي من درجه ثالثه لدرجه لريال مدريد هتلاقي الناس بتشرح استراتيجيه النادي ايه، عارفين ايه هويه النادي ايه. لكن النهارده نادي الزمالك ما تشرحش فيه حاجه صح. فانا مش عايز اقول مخطوف او طريقه الاداره غريبه شويه. بس هو نادي الزمالك نادي المفروض ان هو واحد من اكبر الانديه الموجوده في افريقيا، فهل كان من الطبيعي ان هو يجيب مدير رياضي من بره هويه نادي الزمالك ما يعرفش هويه نادي الزمالك؟ بص يا عالمي، نادي الزمالك عشان هي نفس القصه. عارف انت ايه؟ انت ضعيف قوي بما معنى ايه او المراحل. نادي الزمالك ضعيف قوي؟ لا المراحل الاداره كانت ضعيفه قوي. يعني مثلا حتى استقبال وانا واحد من الناس اللي هيصت ودعمت هذا المجلس دعما مطلقا، وخاصه المركز او الكرسي ال 12. احنا كنا بنقول 11 صوت او 11 كرسي دول داخلين. كانت الانتخابات زي ما نقول محسومه بالنسبه لنا. فكان في انتخابات على مقعد بتاع هشام نصر وهاني العتال. هي دي كانت الانتخابات. كنا بنقول عايزين نجيب 12-0، حتى كان ليها مقوله 12-0 عشان ايه؟ يبقى ال 12 عضو. انت عارف ازمه الزمالك تاريخيا اللي بيبقى فيه 4 مع بعض و5 مع بعض 3 مع بعض وهكذا. فلا احنا عايزين نجيب ال 12. فالناس حاربت وجمهور الزمالك حارب وكل الناس حاربت اللي يبقوا ال 12 مع بعض عشان يشتغلوا بقى مع بعض. فده حصل. فبعد كده طيب ايه اللي خلى الناس واحد منهم انا تدعم الدعم الغير رهيب ده والمطلق من من يأسنا في ما حدث في نهايه الاداره السابقه من اسباب كتير. فانا بقول لك الضعف جاي من الادارات مش من النادي. نفس الكلام اداره الكره في نادي الزمالك لما بدا بقى هذا المجلس واعضاء المجلس ده دوروا اداره الكره في نادي الزمالك، وجدنا ان الموضوع رايح في حته بعيده قوي. ايه هي الحته البعيده؟ لا حته بعيده في الاداره، في طريقه التعاقد مع اللاعبين. لاعبين بتيجي باسعار كبيره جدا، لعيبه بتمشي بتاخد شروط جزائيه. انت بتعمل نفس الاخطاء الاداره. مش احنا بنقول المجلس ده جه دفع
المديونات السابقه، طب ما عمل مديونات جديده نفس الفكره مم. مع نفس اللعيبه، جاب لعيبه زي مشلاق وغيره بقى، تقعد تعد كتير وفسخت معاهم الراجل السنغال، كل دول هتلاقيهم فسخت معاهم وانت ما نفس القصه. مم. يا هيدخلوا في ازمات مع الفيفا يا انت مديون لهم. مم. فلقينا وجدنا ان طريقه اداره الكره في نادي الزمالك غير احترافيه بشكل كامل. فانت كنت مستني، فاتعرض على الزمالك 3، كابتن ميدو طبعا لما كان موجود عرض على الزمالك 3 اشخاص، منهم حسام الزناتي، محمد عبد المنعم، وجون ادوارد. حسام اعتذر لانشغاله اللي هو ماسك فريق في اوروبا، ومحمد عبد المنعم حصل مقابله والناس في الزمالك يعني في النهايه ما توفقوش، وجي جون ادوارد بعد كده بدعم حتى من الاداره، والاداره سلمت كل حاجه، فالجمهور استقبل ده بشكل كبير هو جدا. استقبله عشان خاطر ميدو هو لا اللي خالص. رشح، ولا استقبله لان جون ادوارد ليه نجاحات؟ بص انا مش طب انت في السوق مثلا اكتر ايه النجاحات؟ انا مش بجد والله ما تقليل من الراجل، انا عارف انها هو هتتفهم سؤال، غلط، انا يعني فاهم، هو سؤال. بس هو مش عايز اقلل من الراجل. الناس المشكله اللي فيه كلاش، فالناس ممكن تعتقد ان انا مش تقطيع، بس ايه النجاحات الكبرى؟ بص عموما، وانت عارف انت راجل اشتغلت في الشغلانه وشغال في كذا حاجه في الكارير، فتقدر تقيم. اولا نجاح لازم يبقى في انا وجهه نظري تقييم النجاح الكبير قوي يبقى في انديه شعبيه تحت الضغوط. واحد. اتنين، حتى الانديه الغير شعبيه النجاح الوحيد اللي فيها مفيش مثلا، يعني في انديه في مصر زي فيوتشر زي غيره، اي انديه، انا بتكلم عن الانديه اللي تحت خالص، اللي زي قريبه من شكل فاركو، في لعيبه جت واحترفت، وفي لعيبه جت ودخلت مداخيل، فاركو توقف عليه قيد اكتر من مره، فاركو كان بينافس على الهبوط اكتر من مره، لعب مباراه فاصله مع المحله وكان فيها ما في ماشي احنا كلنا املنا بجون ادور، وانا من الناس دي كمان خد بالك، ودعمناه دعم غير طبيعي، مش علشان هو كان مكسر الدنيا بره، علشان احنا كنا بنتعلق في اي قشايه حتى لو دايبه، فاحنا اتعلقنا في القشايه، وده كان لان مفيش حاجه، انت قاعد شايف ناس بتدير ملف الكوره واخداه للهواه. ماشي، بس الناس دي اللي بتدير ملف الكوره دي ناس، يعني كان عندنا الدكتور مدحت العدل، ميدو، وحازم امام، دي كانت اللجنه صح؟ لجنه مؤقته، وانا بقول لك، وانا قلت وقتها مش جاي اقول دلوقتي، اول ما تعينوا، مم. ما هو ده للاسف من سلبيات المجلس يعني، اللي هو ما بيجيبش سلبيات المجلس ولا سلبيات اللجنه؟ المجلس، لا اللجنه لسه ما جاتش، قبل ما تيجي انا بقول لك اول ما تعينوا قلت كده بالنص، والفيديو موجود، ان هم جايبين هذه يعني ميدو بالاخص، خلينا نقول اسم ميدو عشان يتداروا فيه، كانوا عندهم بص كل ما يبقى فيه فشل احنا بنعين لجنه، كل مرحله فيها فشل بنعين لجنه، فلما اللجنه اتعينت كان علشان نتدارى في اسم ميدو اعلاميا، ولو اتحرق قشطه مفيش مشكله. طب ما دلوقتي هل ميدو هو اللي هيشيل الشيله بتاعت جون ادوارد لا مثلا لو جون ادوارد لا بس خليني اسالك الاول، هو جون ادوارد ناجح ولا لحد دلوقتي لسه مفيش نجاحات مع نادي الزمالك؟ الموسم لسه ما انتهاش او ما انتصفش حتى عشان نقول فيه نجاحات او فشل، البشاير. ما انا اقول لك ما انا جاي لك اهو، ولكن في النهايه في ملامح عامه، زي ما بنيجي نطلق بعد ملامح العامه، لا اللي الصفقات مثلا لو الناس بتتكلم على 2 مميزين، محمد اسماعيل لسه ما لعبش كتير بس احنا هنمشيها مميزه لان هو لعيب مميز اصلا من الاول، وعندنا الراجل خوان ده مكسر الدنيا، الله اكبر عليه جامد جدا. بس تشيكو بنزا، ادم، الباقيين. طب انت اقول مش انا اقول او الجمهور يقول، ما فيش الا الاثنين دول اللي منورين قوي، ف2 من 10 دي بعيد، دي بعيد قوي، لكن نتمنى للراجل. ليه بنقول الكلام ده؟ الناس فاكره اللي ده هذا نقد لا، الراجل عشان في يناير لو سمحت كفايه 2 من 10، لسه في عمرو ناصر ممكن يجي منه، مش عارف مين، كل ده ممكن يجي منه. طب عالمي انت عشان تدخل الاربعه الاوائل، انا مش هقول بقى الاثنين كمان دلوقتي، لازم على الاقل تجيب ناس 2 زي دول، على الاقل 2 بس كمان، 2 كمان بنفس الستايل بتاع محمد اسماعيل بزيرو، صح كده؟ لكن انت النهارده هتجيب 8 هيبقوا الله اعلم بيلعبوا او ما بيلعبوش احتياطي او لا، لسه هتشوفهم، فده هيبقى صعب على منافسه الزمالك حتى في الاربعه الاوائل. ماشي، بس برضه خليني اسالك، انت شايف ان هو لحد دلوقتي البشاير بتقول ان هو شخص ناجح ولا شخص مش عارف ينجح مع الزمالك؟ بص هقول لك على حاجه، الاهلي احيا بيراميدز، هوريك الظروف في الكره على الاهلي احيا بيراميدز يعني، والزمالك احيا الاهلي، والزمالك احيا الاهلي. الاهلي لو كان التعادل بس مع بيراميدز في مباراه الدوري كان يوريتيتش مشي، كان ممكن يحصل لج في المشروع نفسه كله، والناس تبدا وتجيب وتدور وبتاع، الراجل خلاص عارف الكيمياء بتاعتهم، هم عارفوا الكيمياء بتاعته والتمام. لو كان الاهلي كسب او تعادل مع بيراميدز كان بيراميدز غير مدرب، ده يقينا، مش عارف المعلومه ده يقينا ماشي. فهنا رجع مشروع بيراميدز حس بالثقه تاني، بيكسب فرقه كبيره زي النادي الاهلي تاني، فقدر يروح الافريقيا اسيوي او ما يسمى يعني كاس نص العالم والكلام ده.
اللي هو يقدر يكسب اهلي جده، فاحيا الموضوع. دخل في الدوري تاني، بيراميدز كان بره الدوري، بيراميدز كان بادي وحش قوي قوي. حتى مباراه وادي دجله تقريبا خلصت تعادل، وادي دجله استحق الفوز فيها باكثر من هدف، واكتر من ماتش كان بيراميدز مدون خالص مش شايف لحد مباراه الاهلي جت عدلته. نفس الكلام مباراه النادي الاهلي مع الزمالك، انا بقول لك مجازا بالجمله، لو الزمالك كسب الاهلي في المباراه دي الاهلي كان قفل، الخطيب كان ممكن ما ينزلش الانتخابات، كانت ممكن يحصل حوارات كتيره جدا، وكان في ضغط والناس ضغطه وبتاع. لو الزمالك كسب وكان متاح يكسب، خد بالك الزمالك لو معاه مدرب اخر عنده بعض من الشجاعه الكرويه كان قدر يكسب الاهلي. الاهلي كان عنده فركشه غير طبيعيه. هل في تاريخ الاهلي شفت هذه الخناقات والكلاشات اللي بتحصل بين الناس الاوفيشال؟ انا ما بتكلمش على ناس بره، ناس اوفيشال مع بعض في الاعلام، ناس مش عارف في الاداره، ناس في تحت في الاداره نفسها. حتى حسام غالي في الاعلام كان كابتن شوبير وكابتن جمال جبر، في اللعيبه في مشاكل جوه الاوضه. حسام غالي في الملعب بيتخانق قبل الاجوان مع زمايله في الفريق، كوكا غالبا وكان مدون جدا. كل ده كان بيحصل، والاهلي الراجل يانيك فيريرا ده قبلة الحياه في العوده تاني للدوري العام، واللي هو بيقدر يرجع للدوري العام. فالكره ظروف. انا بلف فعلا في السؤال معلش، بس هو ممكن يكسب، ممكن تمشي معاه. افرض كسب السوبر ماشي، بس هو انت كده هتحكم عليه بالحته مش أنا ولا مش انا اللي بحكم لا عليه، كجمهور هتديله باور طبيعي. انت بتطلع تتكلم، عارف لو كسب السوبر خد باور سنه قدام، عشان اخد السوبر. ما هو ايوه. هو بص احنا خلينا منطقيين دلوقتي. نادي الزمالك الناس بتتكلم في الكوره منطقي، يقدر ياخد بطولات على مستوى طويل لحد دلوقتي؟ لا، دي ما فيهاش بقى. دي اقدر لا، اللي هي البطوله دوري عام، دوري ابطال افريقيا، ما يقدرش بالفريق ده. صعب جدا جدا. فريق كلعيبه ولا فريق كمان كمدرب ولا كفريق كمان كاداره ولا كفريق كان فلوس؟ كل حاجه في الزمالك ناقصه اللي هو ينافس على بطوله بنفس طويل. طب يبقى الحكم هنا على جون ادوارد هل هيكون جاي من حته صح ولا من حته غلط؟ يعني انا مثلا جون ادوارد لو ما عندوش امكانيات فلوس، والاداره فيه مشاكل، واللعيبه فيه مشاكل، وي والمدرب فيه مشاكل، هو هنا الحكم على جون ادوارد هيبقى عامل ازاي؟ الحكم على جون ادوارد ده هو انت فاكر طبعا، انا عارف اللي هو هتقول لي ما قالش، هو ما بيتكلمش. هو النهارده اول مره ينزل بيان اصلا على الفيسبوك، هو ما بيتكلمش. بس الحكم اللي اتقال اللي الفلوس متاخده بعيد عن ارض اكتوبر. فاكر من اول أيوة. من اول التجربه اللي فيه فلوس داخله من ناس من بره، ان في ناس هتدعمه، اللي فيه كل ده ما حصلش. ماشي، ادي فشل نقطة او عدم نجاح. خلينا نقول عدم نجاح. ماشي. خليني بس اظبط الالفاظ. عدم نجاح في القصه دي. ممكن يكون الراجل كان موعود عشان ما نظلموش بفلوس، والناس قالت له، فهو بناء على كده طلع الكلام ده. والناس في مجلس الاداره، العيب على مجلس الاداره اولا واخيرا. خد بالك جون ادوارد الحلقه الاضعف في الموضوع الاداره ده. العيب على مجلس الاداره في ايه بالظبط؟ ما هو ما بيوفرش فلوس، اللي هو مش قادر يحارب على ارضه. ماشي. مش قادر يعمل. انت شفت حد شايف؟ انت شفت حد شرس في مجلس؟ انا بقول لك عمرو اديب اشرس من مجلس الاداره في المحاربه على الارض. جمهور الزمالك طبعا اشرس من الاداره في المحاربه على الارض. اصلا انت يوم ما كسبت، لو خدت الكرسي بتاعك، دي كلمه كنت قايلها في كنت عامل برنامج اسمه انت الزمالك زي على اليوتيوب كده، كنت بستضيف فيه الناس عشان نوريهم للناس، لانهم معظمهم ما كانوش معروفين قوي للعامه ولا العوام يعني. فكنا عاملين كنت قلت الجمله دي: خد كرسيك واطلع على مش عايز فريق يد، مش عايز فريق باسكت، مش عايز اي حاجه، ما تصرفش اي حاجه السنتين دول الا في ارض اكتوبر. فكنت انت المفروض من الاول تاخد كرسيك كده وتروح تبني ارض اكتوبر. ده مجازا يعني حتى لو كان في فلوس، كنت شايف ان تجربه جون ادوارد تجربه هتكون ناجحه. بص الفلوس حتى لو في فلوس، الفلوس بتنجح، خد بالك. حتى لو يعني مش قصدي جون او غيره. هو لو هرجع معاك لنقطه اللعيبه اللي هو جابها، هل اللعيبه اللي هو جابها برضو جابها ببلاش؟ ما هو جابها بفلوس. ايوه. طب استخدام الفلوس هنا كان عامل ازاي؟ ما دفعناش لسه. يعني احنا مش كل الانديه بتبعت عايزه فلوس، احنا ما دفعناش لسه. ماشي، بس برضو يعني ما هو في فلوس هتدفع. طبعا كده في فلوس في الاول وفي الاخر. أيوة. هتدفع دلوقتي، تدفع بعدين. هل اداره الفلوس، هل هو جون ادوارد كان اقدر حد ان هو يدير القصه بتاعه نادي الزمالك، واحد من اكبر الانديه في افريقيا؟ ما هو لحد دلوقتي لا. دلوقتي لا. الاسباب كتير. ادي حوار اللعيبه. احنا قلنا 2 من 10، 3 من 10 لو هتزود لاعب او فصصها لي كده. ما انا بقول لك ادي اللعيبه. طيب الوقت انا عندي ازمه ماليه وعاوز مالي، صح؟ كبير. بروح اتدرب في الدفاع في الكليه الحربيه ليه؟ والكليه الحربيه لحد ما انا عملت ضغط جامد في القصه دي، ما كانش فيه ريكفري، مفيش جيم، مفيش مش عارف ايه. فالناس راحت جابت الحاجات اللي في نادي الزمالك. انت بتدفع مبلغ، صح. فكل يوم غير حته مروريه انا قلتها مش لازم. اصل انا الناس بتفتكر ان انا كده بدلع اللعيبه. الناس معظمها اللعيبه قاعده في زايد او في اكتوبر، فعشان تيجي الكليه الحربيه كل يوم ساعه وشويه وساعه وشويه وتدور. هي كل اللعيبه دورت، بدات تدور على
زي اماكن تعمل فيها ريكفري بره، ما هتعمل اماكن فين؟ انت بتتكلم عن نادي الزمالك. ايوه انا بقول لك انت بتتكلم عن الزمالك. معلومه يقينيه. كل واحد بيروح في مكان لوحده وبيدور بعض دي نادي معلومه الزمالك. ايوه ماشي. فانت عامل هيدك كبير. طب ما ترجع النادي فيه كل حاجه. ماشي، بس هو فكره خروجه من النادي انت اكيد عارفها. فكره خروجه من النادي ان هي الفرقه يبقى مقفول عليها في ايه؟ قول لي والصحفيين. صحفي، قول لي خبر في نادي الزمالك. طب ما هو موضوع الجزيري مين اللي سربه ما عنديش معلومه بتسريباته بكله، باللي حصل مع المدرب بيلي جوه التمرين. تاني حاجه نادي الزمالك انت تبقى سهل جدا يا عالمي ماشي. هو نادي الزمالك ما انت تقدر تقفل على القصه على فكره. طب انا مين اللي سرب الاول؟ هقول لك بس على حاجه. انا من الناس اللي مبسوطه جدا الزمالك بره النادي. شو ايه ده انت مجنون يا ابني انت مش لسه؟ لا بس خلاص في عوز، فهمني، في عوز مالي. وعندي عندي مشكله اللي الملعب اللي انا بلعب فيه ما فيهوش ريكفري. والدليل ان هم الاسبوع اللي فات راحوا جابوا اجهزه الجيم نقلوها. يعني ما كانش فيه، لانه كانوا بيضحكوا على الناس وبيقولوا فيه. كانوا بيقولوا لا المواصلات ايه ده احنا بنجيب لهم باص. من ما بيحصلش يا جماعه. الناس بتطلع من بيوتها بتروح على الكليه الحل، ما فيش الكلام ده ولا باص ولا مش عارف ايه. ادي 2. طيب انا بقول لي في عوز مالي فارجع. طيب مشكله التسريبات مش هي الفرقه اللي بتتدرب في الحربيه هي. طب النادي ايه مثلا؟ ما النادي هوقف زي ما النادي الاهلي بيعمل، زي ما النادي الاسماعيلي بيعمل، زي اي نادي في الدنيا عنده عماله. والزمالك عنده عماله مفرطه طبعا من ايام مرتضى منصور. في عماله كبيره جدا ما بتشتغلش مالهاش. تعالوا يا جماعه انتوا هتقفوا في المنطقه دي. ماشي، بس الملعب بتاع الزمالك برضو يعني ممكن اي حد هو معدي من السور بتاع. لا مفيش مقفول، اتقفل من اتقفل؟ ايام الملعب مقفول. هي هتقول لي بقى من فوق الناس اللي من فوق يعني اللي هم الساكنين في العماير، هي دي بس الحاجه اللي بتشوف. يعني يشوفوا ايه؟ ما الفرقه بتلعب 4-4-2 ما خلاص يا عالم عرفنا الفرقه بتلعب 4-2-3-1 خلاص. يعني ايه القصه؟ يعني انت شايف ان خروج نادي الزمالك لملعب انا بالدفاع كنت مبسوط منه اه ولكن في عوز مالي ارجع. في عوز مالي ما شغلش مدير تعاقدات. هتقول لي ليه؟ مدير التعاقدات ده بيشتغل كام شهر في السنه؟ اشتغل بس في يعني لا بس هو لو هنتكلم كاحترافيا يعني ماشي. هو ليه شغل عندي طول السنه. عوز مالي وهو يقدر يعملها جون ولا ما يقدرش؟ بما انه كان في فاركو وعنده الخبرات هو دي اصلا كان وكيل لاعبين يعني يقدر يعملها. شغلته. نعمل الاثنين في بعض معلش عشان الزمالك مزنوق صح ولا لا؟ وهكذا بقى. انا مش قصدي طبعا والراجل اللي شغال محترم، مش قصدي الراجل على فكره. انا قصدي فاهم انت فاهم قصدي ايه؟ طب انا في انتوا بتقولوا خلاص مفيش فلوس ومفيش، ما اقعد اوفر في حاجات لازم تتوفر فيها. صح ولا ده غلط؟ لا صح يعني تمام؟ صح النهارده صح كوجهه نظر ناس ممكن تشوفها صح. النادي نفسه بقى يجيب 2 مدربين اجانب لليد في 3 شهور، يغير مدير فرنسي يلعب بيه كاس العالم للانديه وبعدين يجرب بواحد هو تاني. برضه يا احمد انت بتتكلم في الاخر على نادي الزمالك، يعني هو برضه أيوة. نادي الزمالك لازم ينافس في كل الالعاب في كل البطولات. منين؟ ده الطبيعي بتاعه. ايوه منين؟ ما هو ربنا عارفوه بالعقل. اطلع عمله صعبه منين؟ ليه؟ عشان كره يد. انت النهارده اعتراف النادي الاهلي واعتراف الناس جماهير السوشيال ميديا ما كانتش مصدقه القصه دي. هذه الالعاب ما بتدخلش جنيه للزمالك والاهلي، جنيه واحد. ده الاهلي تصريح رسمي من خالد مرتجي وتصريح رسمي من هشام نصر. فالاثنين اهو يا جماعه مش انا ما بيخرجوش فلوس ولا جنيه. فانا قاعد اصرف. انا بقى عندي عوز الاهلي بيصرف يا سيدي ماشي. انا طيب عندي عوز هرجع برضه اعدي العوز ده صح. ماشي. ولما ارض اكتوبر ترجع ابقى اجيب. طيب دي مشكله جون ولا مشكله نادي الزمالك كاداره؟ لا نادي الزمالك كاداره. هو ماله جون مشكله نادي الزمالك كاداره طبعا. طب هل نادي الزمالك كاداره عارف يتعامل مع فريق الكوره في ظل الظروف دي فراح جاب جون اودوارد؟ فشايف ان جون اودوارد هو اللي ممكن يحل المشاكل دي؟ طبعا، لان البيعه اللي اتباعت زي ما انا قلت لك اللي فيه فلوس داخله وهندخل فلوس مش عارف ايه وهنعمل تيشيرتات ايه. والتيشيرتات اللي هي الموجوده حتى مثلا من ضمن التيشيرتات التيشيرتات كان المفروض نتعاقد عليها للفريق الكل لكل الفرق اللي في النادي. انا بحب الفرق الناشئين الصغيرين قوي. عندي مشكله من زمان من ايام مستشار مرتضى كانت الناس الولاد الصغيرين ما بيلبسوش جواكت في الشتاء، ما عندهمش لبس خالص. كانوا بيلبسوا ماركات كل واحد بمزاجه او في صور كتير موجوده يعني عشان الناس اللي لابس فينيسيا اللي لابس مش عارف ايه. لا كل ده في فريق واحد. فالنهارده قال لك لا هنوحد وبتاع وهنلبس نايكي لكل النادي. مفيش حاجه لبست. الفريق الاول نفسه عنده نقص في رغم اللي اتباع النايكي لبس النادي كله باسكت ويد. دي بيعت جون اودوارد لاداره نادي الزمالك. أيوه. اللي هو كان مرشح عن طريق ميدو واللجنه الفنيه ان أيوه. ده اللي هيجيب الحلول لنادي الزمالك. أيوه. صح كده؟ ده حقيقي. طب موقف ميدو من وجهه نظرك في الوقت الحالي عامل ازاي؟ يعني هل ميدو بص راجل زملكاوي جدا طبعا. جدا جدا يعني ماشي. ده ما فيهاش خلاف عليه. هو كان عايز يسيب المكان وبرضه ده من الحاجات اللي اتقالت. اصل برضه في حاجات كده خيال علمي بتتقال. لا ميدو راجل عارف وقايل لي يعني قال لي ميدو كان بيتحدث معايا في القصه دي. لما يجي جون هيسلمه للنادي القصه بتاعه النادي خالص
ومش هيكون يعني مش هيكون له دور بعد كده. مم. فبس فميدو ماشي، بس ما أنا برضه جاي. ميدو مسؤول عن مفيش حد الاختيار. مفيش حد يختلف على احمد حسام ميدو في مصر كلها تمام. وفي افريقيا كلها. تمام. انا واحد من الناس اللي كنت بعلق صوره ميدو عندي في الاوضه وانا طبعاً زي كتير بحبه طبعا يعني. بحبه. بس هل ميدو اخطأ في ان هو رشح جون اودوارد ليه؟ هو وجون الراجل اودوارد؟ التجربه لم تكتمل بعد. خلينا مم. بس برضو احنا ماشي. بص انا بقول لك رأي تاني. لا لا، ما انا جاي لك اهو. التجربه اصلا لم تكتمل بعد. التجربه لسه في يعني لازم نشوفها كامله. تاني حاجه، لا، ما ميدو رشح وانت مجلس الاداره اللي وافقت. القرار عند مجلس الاداره. ميدو رشح ناس شغاله مم. وشغاله في السوق، ووجهه نظره اللي الراجل كان وكيل لاعبين وشغال في نادي، فيقدر يجيب لك لاعبين من يقدر يسوقهم في السعوديه زي برضو ده ما تسوق، يقدر يسوق اللعيبه اللي طلع. ميدو كان عنده وجهه نظر، ومجلس الاداره في الاخر اختار بين 3 رشحهم ميدو. الترتيب الثالث في ترشيحات ميدو دي معلومه يقينيه كان جون ادوارد مش الاول. مم. ان الاداره اللي اختارت، فالاداره هي المسؤوله، مفيش حد هي مسؤول غير المسؤولة الاداره. عن لكن هو أنا ميدو النهاردة- حط الفكرة وهم انا عشان ميدو جامد صدقوا على الفكرة. ما هي فكره برضو. انا اي حد جامد اقوم رايح اتخانق معاه. م. هما دي القصه اللي شغاله. اي حد جامد فايه يحصل خناقه، فيبدا الناس اللي بتحبني يا سيدي مش اللي جاي تعمل ايه، تدخل خناقه مع ميدو او مع شيك او مع زانتي او مع مش عارف مين او فننسى اصلا الخناقه الاصليه اللي هي بتاعت نادي الزمالك اللي هو فيها المشكله اللي فيها نادي الزمالك. فده مش اسلوب اداره اصلا. طيب هو مين اللي بيجيب اللعيبة لنادي الزمالك؟ الفتره دي جون خلاص كله اي تو زد. معاه لجنة فنية ولا هو لوحده؟ اعتقد معاه لجنه فنيه. مين أعتقد. اللجنة الفنية؟ لا ما انا بقول لك مفيش استراتيجي. هو مفيش. هو مفيش. الراجل مدير التعاقدات معاه اعلن بس. مفيش. مين اللجنه الفنيه؟ لا ما اعرف. اللجنه الفنيه من نادي الزمالك مفيش اصلا حد من نادي الزمالك شغال في نادي الزمالك. يعني الناس اللي شغاله في نادي الزمالك مش من نادي الزمالك كلها خلاص. بس هو فكرة ان انا اسلم الموضوع لشخص واحد يبقى هو المسؤول عن من كل الضعف. حاجة بدون الرجوع، شايف ان ده صح ولا غلط؟ من الضعف اللي عندهم وقله الموارد. خد بالك بتخليك ماشي شيل الحمل ده، خلي حد يشيل الشيله، حد يعمل علينا. م. فده عشان كده ميدو مثلا ممكن نقول برضو مرضاش يتصدر المشهد في نادي الزمالك، لان ميدو عنده من العقلية والنوليدج والامكانيات بس هو العقلية مشي. لا كان واخد القرار صدقني قبل ما يجي. والله بجد هو ده بجد. ميدو واخد القرار برضه قبل ما جون يجي، اللي هو سانتيا لما الراجل هيجي احنا هنسيب له بقى الليله كلها. م. فعشان يعرف يشتغل، فهو الراجل المفروض بقى يشتغل دلوقتي. لكن فكره انا بتكلمش طبعا على هو هيشتغل زي ما هو عايز، لكن فكره انت بتقول لي في حد في نادي الزمالك، مفيش حد في نادي الزمالك شغال في نادي الزمالك. اللي شغالين من في نادي الزمالك كلهم من خارج نادي الزمالك. طب وهو ده ينفع مع نادي بحجم نادي الزمالك؟ ما هم اختاروا التجربه كده، فخلينا نكمل ونشوفها للنهايه. تفتكر هتنجح؟ اتمنى ان هي تنجح طبعا. بس وجود الاهلي وبيراميدز خد بالك امام الزمالك دلوقتي بهذه الامكانيات برضو لازم ندي الراجل. الموضوع صعب. بس انا يعني ماشي. انا هبقى بعد الاهلي وبيراميدز هيبقى ليا شكل، هيبقى ليا هويه. جوميز وفيريرا الاصلي مش الصيني ده اللي عندنا ده، اشتغلوا في ظروف اصعب من دي. هو نادي الزمالك طول عمره بيشتغل في ظروف صعبه اصلا. جوميز موضوع السخان وموضوع كان اقول لك على حاجه، كان بيدي اوقات. انا فاكر جوميز كان بيدي يومين زياده في الاجازه علشان اللعيبه ما تكلمش بعض جوه المعسكرات او جوه التدريب على الديون اللي عليهم. فنفس الظروف ما بنقولش اللي ده عرف، لا، ولازم نشتغل عليه وده عرف نشتغل عليه والكلام من ده. ولكن في ناس اشتغلت في ظروف اصعب من كده. انما المدرب اللي موجود، سيبك كمان اللي هو فنيا قليل، وسيبك اللي هو شخصيته باينه جدا يعني قدام الناس اللي هي قليله وكل السمات الشخصيه اللي عنده وتصريحاته وكل حاجه باينه فيه. بس التصريح بتاع كل مره اصل انتوا مش عارفين الظروف اللي بيعلقوهم في النادي. يعني ما الناس دي اشتغلت. ما بقول ما هو انت اشتغلت يا عالمي في نفس الظروف. في ناس اشتغل مش عاجبك الظروف، صح، انت عندك حق، سيب النادي وامشي. يعني سهله خالص. انت مش قادر على الظروف دي. انا النهارده رحت مثلا جابوني في نادي سين، فانا عارف النادي سين ده عنده مشاكل ماليه. قبل ما اروح بعد ما اشتغلت اسبوعين 3 اقعد اعيط. طب ما انا عارف اللي هو عنده مشاكل ماليه، ما كانش عنده واصبحت عنده وملهاش حل. اشتغل ولا كل مره اطلع اشتكي؟ فده تقليل كمان من نادي الزمالك. انا كل يوم اطلع اصل انتوا مش عارفين اللعيبه الناشئين بتتدرب في ظروف عامله ايه كل يوم. ايه الظروف اللي عامله ايه؟ سواء نادي الزمالك احمد، خلينا برضو نكون صراحه، بقاله فتره كبيره جدا عنده مشاكل. يعني ده من قديم الازل عنده مشاكل. لا احنا لنا 3 سنين مدونين بصراحه. يعني بقى لنا 3 سنين في قصه الظروف دي مدونه. والله كتر خير اللعيبه بجد في اكتر من موقف اللي هم يعني فيهم ناس بتلعب وتتدرب في الظروف دي تمام، ولكن في النهايه اتلعب فيها والزمالك خد بطولات وجوميز خد بطولات والراجل فيريرا خد بطولات في نفس الظروف. بس فانا بقولكش انت لازم تقهر المستحيل، بس على الاقل تبقى
زي العادي اللي هو الزمالك يبقى موجود في المنافسه، يبقى عنده فرقه فيها جرينت او لا، يعني عندنا يا اما روح يا اما مهاره، انما ولا روح ولا مهاره. النهارده نادي الزمالك هتقول لي الزمالك مثلا في النقط قريب، ده هو الثالث او الرابع، كانوا دايما يقولوا الاول اقول له اول وهمي الجدول ممكن السادس يكسب الاول، يبقى السادس اول والاول سادس، الفرق على طول بيتضغط. ايوه انت النهارده لا قدر الله في ماتش البنك الاهلي الزمالك اتعادل او حاجه، هتلاقي في ناس نطت فوق الزمالك فوق بشكل سيراميكا كتير. اوريدي بيجري، فرق كتير، المصري بيجري، مش عارف ايه، البيراميدز راجع. هو بيراميدز بقى هو بديل نادي الزمالك في مصر؟ بص ما بحبش السؤال ده والله، هقول لك ليه والله. اصل الاسماعيلي مش قصدي حاجه والله، مش عليك، لان السؤال هو ناس كتير سالته في كل انا البرامج. بتكلم كمنافسه. ما لا انا هقول لك، الزمالك اصلا كان لابد يبقى نادي فيه منافس زي نادي الاسماعيلي مثلا زمان لما كان الاسماعيلي كان بينافس. الاسماعيلي مش كان بينافس في بدايه التسعينات وخد دوري من الزمالك والاهلي وكان بيبقى الثاني مثلا في دايما ثالث رابع يعني يعني. في السنه بتاعت مثلا هكذا هتلاقي الاسماعيلي حتى في السنه ماتشات لعب ماتشات فيصل مع النادي الاهلي فاصله في اسكندريه في حرس الحدود، هتلاقي كان الثاني، هتلاقي كان موجود الاسماعيلي. فالاسماعيلي هل الاسماعيلي خد مكان نادي الزمالك مثلا في السنين دي؟ هو راجل منافس، او العكس الاهلي مثلا في ممكن نقول طفره. الاهلي مثلا دون ايام كابتن حسن حمدي في بدايه عهد كابتن حسن حمدي 4 سنين 3 سنين زمالك بطل، الاسماعيلي بطل. هل هنا الاسماعيلي لما كان موجود هو والزمالك اول وتاني مثلا حد خد مكان الاهلي؟ هل في حد في انجلترا مثلا النهارده يقدر ياخد مكان مانشستر يونايتد؟ مين اكبر علامه تجاريه في العالم، يا اكبر يا الاولى يا الثاني، تلاقي لازم مانشستر، وهو السابع والثامن ما بيدخلش التوب 8 كمان يعني عادي. بس مانشستر يونايتد هيفضل، ما حدش يقدر ياخد مكان مانشستر يونايتد حتى لو هو نزل درجه تانية. ما حدش هيقدر ياخد مكان يوفنتوس لما نزل انت درجه بتتكلم تانية. في القيمه، في انما انا القيمة. بتكلم في التنافسيه. كده ما هو هيطلع فرق اكتر كل ما الزمالك، بص طول ما الزمالك، الاهلي له حاله كده لوحده في حوار الفلوس ربنا يبارك لهم يعني فيه. طول ما الزمالك مش زيه زي الانديه الشعبيه الكل، الاسماعيلي المصري الاتحاد، احنا قلنا زمان لو الاتحاد سابه مصلحي هيحس بتاثير، وده اللي حصل. لو كامل ابو علي لا قدر الله حصل له حاجه او مشي سافر كندا وهاجر، المصري هينافس على الهبوط اكيد. الاسماعيلي ما معهوش حد بينافس على الهبوط اكيد. والزمالك ممكن يخش الدوامه دي. الزمالك مش هينافس على الهبوط بشكل كبير لانه عنده قاعده جماهيريه تحميه، وهي اللي موقفه على رجله، واللي هي اللي بتخليه ياخد البطولات في الفتره دي. زي الاسماعيلي ويفتحوا باب تبرعات والحاجات دي. ما هي فتح الزمالك، والزمالك فاتح باب تبرعات وفيه حساب، وفي انديه كتير في العالم بتعمل القصه دي. خد بالك بس عشان برضو قصه التبرعات دي هي قصه اختياريه، انت الموضوع بسيط مقارنه من نادي مش الزمالك. طبعا انا عارف انا فاهم، ان بس الموضوع مختلف يعني. مقارنه النادي الاهلي بنادي الزمالك، هو المنافس الرئيسي للنادي الاهلي، او هما الاثنين اكبر ناديين في مصر. الاهلي سابق في الفلوس بشكل ما وباخر بشكل كبير جدا. وانت عارف النهارده حتى لو بكل ان احنا النهارده ماسكين حساب الملكين لجون ادور، صح انا بقول لك هو قاسيين عليه وجايين، لكن حتى لو هو معاه فلوس النادي الاهلي وهو راجل، سوري في الكلمه انا ما اقصدش عشان ما تتقصش والناس، وهو راجل فاشل خالص، هيبقى عنده نسبه نجاح. لان النادي الاهلي فشل في كثير من صفقات كتيره جدا، بس عدت عشان هو عنده نسبه نجاح كبيره اللي هو نسبه فلوس كتيره تغطي، فعادي ما حدش ياخد باله. انما الزمالك يا عيني عشان معاه في 5 قروش فالناس هتاخد بالها. تفتكر الزمالك يا احمد محتاج فتره انتقاليه مثلا، تصحيح اوضاع، الزمالك محتاج يتخصص علامه عشان نخلص لان الكلام ده الزمالك، هي في سؤال دايما بساله، احنا اصلا في الرياضه دولة رأس مالية ولا اشتراكية؟ يعني رأس مالية ولا اشتراكية؟ احنا مش عارفين انا قطاع عام ولا قطاع خاص. هو السؤال هنا انا قطاع عام ولا قطاع خاص؟ انت مش فاهم الزمالك ايه والاسماعيلي ايه. هو قطاع عام، طب ادعموه، ادوا الاراضي بتاعتهم والحاجات زي الاسماعيلي له نادي كمان مقفول، ادعموهم يا جماعة بشكل قوي بقى. وقطاع خاص ماشي علامي سيبني بقى اشتغل. فانت مش عارف اصلا تحدد هوية بتاعتك، انت ايه اصلا قطاع عام ولا قطاع خاص؟ فلما نبدأ الهوية الزمالك لازم يتخصص. طب ما هو نادي الاهلي نفس القصة. الاهلي بص في يعني ده الاهلي في البلدان بتاعتنا اللي شبه بلداننا اللي في فريق دايما بيبقى مفضل ومحبب عشان يعني بتاع والمزاج العام وكل حاجه، فالاهلي هو المزاج العام فقشطه يعني حلو كده بالهدوء خالص اهو. تفتكر النادي الزمالك عنده مشكله في الانتماء؟ وخليني اسالك السؤال بشكل اوضح شويه، هل مثلا نادي الزمالك عنده مشكله ان لعيبته دايما بتهدده، فانا هروح هنا انا هعمل هنا هل هي فلوس ولا انتماء؟ طيب هو في حد كان منتمي اكتر من رمضان صبحي للنادي الاهلي؟ كان التراس ويطلع وكونترات على الزمالك ومش عارف ايه، صح؟ وما اختارش الزمالك، حتى اختار نادي
وقتها كمان يعني. دلوقتي بيراميدز بدأ ياخد بطولات، نادي بلا بطولات، نادي بلا جمهور، نادي بلا تاريخ، نادي بلا اي حاجه، واختاروا اللي هو يروح على النادي الاهلي. هنا كان انتماء ولا فلوس؟ اختار يروح بيراميدز تقصد؟ بيراميدز سوري. تفتكر راح فلوس ولا راح عشان عارف ان هو ما كانش هيلعب ما كانش هيلعب في الاهلي مثلا؟ رمضان صبحي كان توب. هيتحط مثلا بص عليه على- 2 3 4 لعيبه مثلا، فمش هيقدر يلعب ما فيش مثلا. لا عالمي، لا اصل رمضان صبحي في الاهلي كان بيعامل معامله توتي. ليه؟ الاهلي ملوش رمز كبير من يوم ما ابو تريكه اعتزل. وانا بقى ده رمضان حتى عدى القاهرة قال الكلام ده، انه مش كلام بفتكسه يعني. الاهلي كان بيحاول مع رمضان يعمل الايكون. هو وجع الاهلي في رمضان ايه؟ هي نفس قصه امام عاشور في الزمالك بالظبط. ليه في وجع كبير من امام عاشور على عكس لعيبه تانية؟ لان امام كان بيتحاول اللي هو يتعمل ايكون لجمهور الزمالك. ولد جاي من المدرج، مش جاي من ابن النادي، بس جاي من المدرج التراس. اسمه امام واخوه اسمه حازم، فحازم امام قصه يعني. وابوهم زملكاويه، وحاطين على البيت وايت نايتس، مش حاطين علم الزمالك، حاطين في المحلات بتاعتهم منتمين للزمالك كجمهور كمان. ايوه ثالثه كان عندهم محلات اللبس الرياضي وكده، صور شيكابالا، صور مش عارف ايه الزمالك. ففي حاله. بس احمد، هو اغلب الناس بتعمل كده في الكوره، وانت عارف وانا عارف ان هو بيعمل كده في الكوره عشان يكسب يعني. لا كانش لا ما كانش جه الزمالك، ما كانش جه الزمالك. لا انا عارف امام معرفه شخصيه جدا جدا يعني، عارف البيت ما كانش جه الزمالك اصلا. بقول لك مسمي حازم ومسمي امام عشان حازم امام اصلا يعني. ما فيش اصلا لسه اطفال، فهم ناس زملكاويه جدا. والاب قاعد اكتر، لا دول قبل الزمالك خالص، ما فيش زمالك خالص، ما فيش زمالك خالص. الراجل دفع من جيبه عشان يجي الزمالك المحله 2 مليون لو انت فاكر القصه دي. فاكر. فلا هو ما كانش فيه زمالك اصلا، بس هو بيحب الزمالك على فكره. وفي الفتره دي وهو قالها في قناه الاهلي وموجوده، وكابتن محمد فضل اعلنها قبل كده، امام اتعرض عليه بيراميدز والزمالك. وحتى كلمته في فيديو كول، انا فاكره كان محمد صبحي جنبه في المنتخب الاولمبي، بيقول لي يا سنتي بيراميدز بالاخص بيخلصوا خلاص. قلت له يا حبيبي اصبر، لما ترجع مصر انت في الزمالك اكيد 100%، ما تمضيش مع حد. وكابتن محمد فضل قال اللي هو حصل على توقيعه او حاجه زي كده. فالراجل انا عارفه من قبل القصه دي، واختار من الثلاث انديه كانوا عايزينه، واختار الزمالك حتى وهو صغير. فامام من الاول كان يعني، لا انا عارف القصه يعني. فمش قصه اللي انا بس بقول الناس دي لما جت الزمالك، لا هم كده طول عمرهم. امام كان بيطلع ترحالات، كان بيرسم جرافيتي مع الشباب هناك في بلده في السنبلاوين، كان بيرسم الجرافيتي معاهم. الجرافيتي اللي على الحيطه ده أيوة هو أيوة. وايت نايتس ويو دبليو كيك، هو اللي كان بيرسمه معاهم. ترحالات كان بيطلع معاهم في الاتوبيسات. فده قصه نفس قصه نرجع لتاني لرمضان، هي نفس قصه رمضان. الناس كانوا شايفين في النادي الاهلي اللي رمضان هو الايكون، ولد شكله حلو طويل، شكل النادي الاهلي جرينتا بيطلع مع البتاع، هو الرسمه الصح اللي تبقى بعد ابو تريكه. الاهلي ملوش لاعب رمزيه من بعد ابو تريكه لحد دلوقتي يعني. اللاعب عارف انت اللي هو اللي يخطف مفيش. فهي دي كانت الرسم. احنا فعلا واحنا في الزمالك انا بقول لك اهو، شيكابالا كنا خلاص هنسلم امام في القصه دي، مش زيزو حتى. وزيزو موجود، وزيزو اللي بيجيب الاجوان، وزيزو مش عارف ايه، كان امام اكتر فعلا. ايوه عشان امام، ما هي جايه منين؟ اللي امام وايت نايتس، راجل من قلب المدرج. بس وايت نايتس يعني مش عارف، شايفها صعبه قوي ان هو يبقى يعني. ده بقولك كان بيرسم الجرافيتي يعني يبقى نهايته في نادي الاهلي يعني. بص بقى يعني دي بقى هو ده السؤال بقى، هل الانتماء في نادي الزمالك عنده مشكله؟ يعني انت مثلا تروح مثلا بورسعيد تشوف الجمهور وانتمائه للفرقه عامل ازاي، غريب. على رمضان. وبرضه تروح اسماعيليه الانتماء بتاع الفرقه غريب. بس فانت بتقول لي ان امام جاي من المدرج، ولعيبه الاسماعيلي كلها طلعت راحت فين؟ هو ده بقى اللي انا بقوله لك. فهل اللعيبه بتستخدم الانديه خلاص؟ لا وخلاص. رمضان ما كانش بيستخدم الاهلي كراجل اهلاوي اكيد زي ما انت شفته، وامام ما كانش بيستخدم الزمالك كراجل زملكاوي اكيد. ولكن اغراءات المال على رمضان مال ولا بطولات؟ خليك صريح. ما هو في بطولات في بيراميدز كان وقت رمضان. وحتى لو في دلوقتي، ما هو الاهلي برضه هياخد 60 بطوله تاني، فما اختارش البطولات. هو راجل اعتقد يعني رمضان راجل عاقل وبيعرف يفكر، وراجل منضبط في يعني، مش راجل مش مثلا في عيال اتنشن في الكوره لا رمضان مش راجل بيفهم يعني. ده بالعكس رمضان ضرر بالغ اللي هو ساب الاهلي، اللي هو ما بقاش يدخل منتخب مصر، اللي هو ما بيروحش مش عارف ايه، اللي جمهور الاهلي كله اصبح ضده ومش متغطي بجمهور زي امام. يعني امام مثلا متغطي بجمهور الاهلي، في الخناقه مع جمهور الزمالك متغطي بجمهور تاني. وزيزو نفس الحكايه. انه رمضان راح ليه ومش متغطي بحاجه، ولا بطولات ساعتها، ولا سوشيال ميديا، ولا اعلام، ولا متغطي بجمهور.
ولا هيدخل المنتخب، فكلها خساره. ولا هيدخل المنتخب او مش هيدخل عشان بس ايه أيوة. لان هو بص حق الله يعني احمد الشناوي مثلا لو جينا اتكلمنا في احمد الشناوي ظلم مبين بتاع انت بيراميدز. عمال تاخد مني ما أنا اسئله، عارف. انت عمال يعني لا، بص أنا ظلم. انا كل الاسئله اللي انا لكن كاتبها لا، مش أنا عارف قصدي اقولها. ان المنتخب ظلمه عشان انت فاهم بس كلمتي ايه. اه مش قصدي والله ان انا اتخطى، بس المنتخب مش ظلم، هو مستواه ما يدخلش المنتخب الفترات دي. مين، رمضان ولا الشناوي؟ رمضان. لا الشناوي نهزر، ده احسن ده راجل في احسن حراس مرمى في افريقيا، واخد عليهم حارس مرمى احتياطي. ده تهريج، واي فلسفه هي مش فلسفه، هي حجج. لان احمد شناوي ما بيدخلش منتخب مصر عشان حسام حسن معتقد اعتقاد يقيني ان هو وعمر جابر وعبد الله السعيد سبب رحيله من بيراميدز. ده اعتقاد يقيني جوه حسام. لذلك عمر جابر في الفترات اللي كان متالق فيها بشكل كبير جدا ما كانش بيتاخد، وكان عمر جابر جامد قوي في الفترات دي ما كانش بيتاخد. انت ما كنتش ملاحظ دي ان هو. واقول لك على حاجه، هو بيحب ممدوح عباس جدا حسام حسن، وممدوح بيحبه جدا، في علاقه يعني جامده. ممدوح عباس طلبها منه وقال له ايوه، لان ايوه مش طلب حاجه منه اللي هي حد. لا عمر جابر كان جامد قوي في الفتره دي، يعني جامد قوي، يعني اعلى، او مش عايز اقول لك اعلى سنه في تاريخ عمر جابر، وما اتاخدش. واتطلبت منه من ممدوح عباس اللي هو بيحبه قوي بيقدره قوي، وقال له حاضر ما اسمع يعني ما خدوه. كابتن حسام بيحبه وبيكره، بس في دي كمان هو خلاص واخد موقف من الثلاثه طبعا. حسام طبعا. طب هو جمهور الزمالك او المنتمين لنادي الزمالك عندهم مشكله مع الكابتن حسام لان الكابتن حسام ما بيشاركش اي لاعب من الزمالك في منتخب مصر؟ بص مش قصه اي حد، ما احنا هقول لك اهو. هو كان بيشارك شحاته وكان بيشارك ناصر ماهر بس برضه هي نفس القصه اللي مع بس الفترات الاخيره ما عشان هم اتصابوا لا بس مفيش ولا لعيب في نادي الزمالك. ما هو عشان كانوا مصابين، شحاته كان مصاب، هو بيحب شحاته جدا. خد أيوة بالك شحاته ده مش نادي هيطلع. نادي الزمالك فيه 25 لعيب في الفريق الاول. ايوه ما هو ما يستحقوش يدخلوا. انا هكذب. طب يبقى جمهور الزمالك في لا اللحظه دي منه عشان كده والله. انا فاهم، بس جمهور الزمالك في اللحظه دي يبقى هو مين عايز في الزمالك يستحق يدخل؟ بس حسام كان يلعب على ناس بصراحه الله. حسام عبد المجيد في بعض الاوقات كان لازم يلعب على ناس في المنتخب، فما لعبش. ممكن دي تزعل الناس بس شويه، بس مش دي القصه والله. هم يعني حسام ربنا يكرمه يا رب، بس هي مشكله الحب والكره دي مخليها. اقول لك على حاجه، حتى جمهور الاهلي واخد باله منها، مش قصه جمهور الزمالك بس. قصه الحب والكره دي في الكوره صعبه جدا. انت النهارده ده عمل ودي ناس. طب يعني مثلا مصطفى محمد ما بيلعبش ومثلا دي زعلت الناس. انا بقول هل عشان برضه اسامه ابن الزمالك، هي مش قصه الزمالك فيصل. ما اسامه ابن الزمالك ومصطفى ابن الزمالك، الاثنين ولاد الزمالك، والاثنين مش في الزمالك، فما فيش بس يعني انا راجل جاي من فرنسا في الدوري بتاعي، اقعد ماتشين 3 ورا بعض، ولاعب في الدوري المصري مهما كان تألقه. هو اصلا السنه دي اسامه لسه ما جابش مستوى. اسامه لعيب كبير، خد بالك، هو مش خالص. اسامه ده لعيب كبير قوي، وكان هدف لكولر لو انت عارف فتره من الفترات. وهدف لانديه كتير على فكره بره مصر. لا اسامه لعيب كبير ليس تقليل منه، بس الراجل التاني جاي من فرنسا وبيجتهد. ومصطفى ما بيجيش يرفع الياقه زي ما انا عامل كده دلوقتي. انا عاملها طبعا عشان حازم امام. ما بيجيش يرفع الياقه ويلعب يعني. ماشي، الله اكبر. الراجل بيجي يحارب في كل كوره وبتاع. فكانت الناس زعلانه مثلا في قصه زي دي. هو ممكن كابتن حسام له قناعات مع اسامه، هو حر فيه، لكن في النهايه في بعض المشاحنات في النهايه ان شاء الله. ورغم ذلك بتاعت احمد الشناوي دي ما فيهاش بقى. دي كارثه. دي كارثه، ما فيهاش. هتعملها ازاي؟ يعني ايه حارس مرمى ما بيشاركش في فريقه؟ وكمان مش اجمد حاجه السنه دي. مصطفى جاله سنه طبعا كان جامد جدا، بس السنه دي مش اجمد حاجه وبرضه بيدخل. وانا اجمد حارس مرمى في افريقيا دلوقتي، ومساند اول لفوز البيراميدز في بطوله افريقيا، وفي نص النهائي الانتركونتيننتال وفي الدوري العام امام الاهلي، وفي الدوري العام في كثير من المباريات. وما بيتاخدش. دي جديده يعني، دي صعبه قوي. عايز اسالك السؤال ده بس بشكل مختلف. هو جون ادوارد هو اللي خلص على شيكابالا من الاخر؟ ليه طيب؟ ليه الناس والله صراحه يعني انا مهتم بالقصه دي بصراحه. والصحفيين كتير قالوا كده، وناس كتير قالوا كده. فطبعا انا اكيد عشت القصه يعني. اكيد انت قريب من لا مش عايز. هو يعني كنا في القرار كمان، مش عشت القصه. ومعانا ناس اصحاب جون ادوارد، استاذ عمرو جاب الله لو تعرفه اكيد. هو كان وانفرد هو تقريبا. انا ليه ذكرت عمرو بس مش عشان حاجه، انا انفردت باستاذ عمرو، يعني قلت اسم قصدي استاذ عمرو جاب الله عشان هو كان منفرد بالخبر، يعني هو كان عايش الحكايه وعارف. طيب اعضاء مجلس الاداره موجودين، احمد خالد حسنين عضو مجلس اداره، محمد طارق، رامي نصوحي، كل الناس دي اللي كانوا معانا، الناس الصغيرين عاشوا القصه معانا، صح؟
فعارفين اللي جيكا واخد القرار بقاله 3-4 شهور قبل القصه، اخد القرار ان هو قبل خلاص ما يجي جون ادوار اصلا ب3-4 شهور. احمد خالد حسنين بالاخص كان عايش معايا اليوم بيومه، اللي هم ازاي نخرج اليوم ده بشكل اسطوري لشيكابالا وحجب الرقم. وانا بتكلم اهو بقول اسماء يا جماعه، انا مش جايب ناس بقول النهارده بقول لك اسماء اهو، كله احمد خالد حسنين، حتى مستر هشام نصر وكابتن هشام نصر. كان لما كان وجهه نظر كابتن ميدو، اللي هو ميدو كان وجهه نظره ان شيكا يقعد عشان الاوضه وكده، يبقى في حد يعني قائد في الاوضه والليدر في الاوضه وكده، ويلعب ويشارك وممكن، والجو ده ميدو كان مصمم يعني ان يبقى في ايقونه في نادي الزمالك. ايوه، بوجهه نظر فنيه مش عاطفيه، بس برضه احنا اتناقشنا معاه فيها. وكان فكابتن هشام نصر قال له كده صراحه، احنا يعني احمد خالد اهو بالاسم، احمد خالد خلص مع سانتياجو كل حاجه والاتفاقات كلها، مفيش جون ادوار لسه اصلا. ففكره اللي الناس هل انت، وانا بقولها بسالها لكل المشاهدين، هل في حد يجرؤ اصلا في نادي الزمالك يقول لحد زي شيكابالا بهذه الشعبيه؟ شفت دخلت السعوديه، شفت ده كل الحاجات اللي فاتت، شفت الجماهير، شفت هقول لك على حاجه، في حته واحده الناس ناسيها، شيكا كان في الرائد او في فرقه في نهائي الكونفدراليه بتاع نهضه بركان الاولاني اللي في برج العرب، اكتر لاعب وما راحش الاستاد، ما كانش في الاستاد، دي بقى غريبه جديده جدا، اكتر لاعب اتهتف له وقتها كان شيكابالا، ما مش موجود في الاستاد ولا في السكور ولا لاعب في البطوله ولا موجود في الاستاد. طيب ففي حاله عند جمهور الزمالك وشيكابالا خياليه، توتي وروما ماشي، هو محدش يقدر يقول لي توتي في روما. اصل دي حاجه عاطفيه جدا. ايوه شيكابالا مفيش كائن حي اتفرج على شيكابالا مش هيحبه، اهلي بقى زمالك، قول زي ما انت عايز تقول، تمام، راجل بيكلم الكوره حرفيا زي ما احنا بنقول، صح كده؟ صح. بس هل ككوره تنافسيا بقى، هل كان قادر ان هو يكون هو موجود؟ واخد القرار، يبقى ازاي هو قادر؟ لا انا بتكلم، هل القرار ده بقى اتاخر شويه ان هو يعتزل؟ بص، كل ظروف نادي الزمالك السابقه كانت تخلي شيكابالا كمان يكمل السنه دي اللي احنا فيها، بس فعلا خلاص كان لازم يقف لاسباب كتيره جدا جدا جدا. وبعدين ربك بقى يقوم باعت ايه ورساله في الماتش، ضربه الجزاء رقم 10، وهو رقم 10، وده اول ملعب لعب عليه في حياته، يبقى اخر ملعب لعب عليه في حياته، اول جون جابه في الكاس، يبقى فينش الجون في الكاس اللي هو كان في غزل المحل. فكان كلها رسائل من ربنا بتقول له خلاص. المنظر اللي انت شفته لابنه لاولاده ومراته في الاستاد ده وهي في اخر ضربه جزاء، شريط العمر، خد بالك التفكير هنا مش تفكير، كلنا كنا مرعوبين اكيد، كل جمهور الزمالك بيحب، انا كنت مرعوب، كل الناس كانت مرعوبه، صح؟ انا كنت مرعوب لشيكا كشخص. ايوه والله يعني عارف لشيكا انا كنت عمال اقول يعني نفسيا ده كشخص، أيوه. لو الكره دي راحت هيعمل ايه؟ طب تخيل اهل بيته بقى لو كانت الكره ضاعت وهم جوه الاستاد وكانوا هيسمعوا اكيد ما في الخمر يعني ساعتها. فالدقائق اللحظات دي كانت فانت فلازم خلاص في منطق وفي لوجيك وفي خلاص، انت النهارده ليك دور تاني والحمد لله. حتى بص دي قصه اثيرت، وانا المفروض النهارده حد يطلع يقول يا جماعه بقى يتكلم، صح؟ انا يا جماعه اللي بطلت شيكابالا، حلو قولها، او انا يا جماعه ما فيش الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، لان الموضوع كبير، كذا صحفي، خد بالك انا ما بتكلمش على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا مجتمع وهمي ليس له اي تاثير، انا بقول لك رسمي، لكن انا بكلمك على صحفيين كبار. طب ما تطلع عالمي يقول، او خلي الناس رجالتك تقول، او خلي الناس اصحابك تقول لا يا جماعه ده ما حصلش والله، شيكا واخد القرار من قبل كده، احنا جينا هو بصراحه وده طب انا اقول لك على حاجه، هو جه الرقم، حوار الرقم، هو كان لقيت انا طبعا يعني كنا من الاتفاق اللي الرقم يحجب وكده، وهو كاتبه في لمجلس الاداره الرقم شيكابالا يحجب، هو كان كاتب حاجات مين؟ جون ادوارد جون ادوارد والعاصي والله. طيب السنه دي شيكا انت عارف طبعا اللي هو بقى رئيس نادي جي، السنه دي هو بيشتري، كان في بعض الحاجات جون ادوارد كان مسهل جدا، لان هو له طبعا اذرع في انديه اخرى كتير وخاصه في الدرجات التانية، كان مسهل فيها جدا واشترك معانا، يعني عادي اللاعب ده ممكن ما يدفعش دلوقتي يروح ويمضي فالراجل كان متعاون، مفيش اي حاجه. طب ده حلو من جدا. خلق هذه الفجوه، هذه الاشاعه اللي هي خياليه ما تحصلش اصلا بالمنطق والعقل والقلب وكل حاجه، ممدوح عباس حتى كان اتدخل، صح؟ لو شيكابالا عايز يقعد سيبك من الجمهور، شيكابالا يعني لا مش هقول لك جمهور الزمالك وتوتي والجو يعني. ده لا كان حد هيتدخل، صح؟ طبعا هو نفسه كان لكن يا جماعه خلاص، لا ميدو نفسه يعني ميدو قال له ندخل للبتاع واحنا اولاد ما فيش يا عالمي، قال له هو قال له انا واخد القرار، انا واخد القرار، يعني هو الراجل كان واخد القرار ومنتهي والله. ده حقيقي.
بس كان اليوم الاخير. طب حد يقول لك ما اللي بيتقال مثلا، طب اليوم الاخير ما اعلنش ليه جوه الاستاد مع بيراميدز؟ عشان دي من نظافه شيكابالا بقى، خد بالك. هو بيحب عبد الشافي قوي 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 فوق ما تتخيل. مفيش حد ما يحبش عبد لا لا الشافي هو بيحبه قوي قوي بجد، يعني بيعتبر، يعني شفت حبه لادم حبه لعبد الشافي بالظبط. فالراجل عايز اليوم ده عبد الشافي بقى له فتره ما لعبش، يعني شيكا كان بيشارك وكان موجود، فشاف شيكا عبد الشافي ما كانش بيشارك، فكان عايز اليوم ده يخلص لعبد الشافي. قام عامل ايه لو خدت بالك؟ قام رايح مودي، هات الفيديوهات وبعرضوها في البتاع، قام مودي عبد الشافي، لا بقى ركز للكرفه عشان عبد الشافي خجول شويه، وقام سايبه وماشي عشان اللقطه كلها تبقى بتاعت عبد الشافي. فهي دي كانت الفكره بس. هو شيكابالا احسن اداري ولا احسن مدرب؟ انا شايفه مدرب، لان هو بيفهم في الكوره والله العظيم. هو عبد الله السعيد خد بالك، هيبقوا مدربين كبار. عبد الله السعيد برضو مدرب كبير قوي، بياخد الدورات دلوقتي، بياخد الرخص. عبد الله بياخد حاجه في برشلونه وبياخد حاجه كمان في رخص اداريه، خد بالك ده يعني حاجه ليك. هو بياخد حاجه اداريه رخصه سي في الاداره، عبد الله بياخدها هو وكابتن طارق حامد، وبياخدوا بتاعه برشلونه مع بعض، وبياخدوا اللي هي في مصر دي مع بعض. هنكون في الزقازيق، ده حصري ليكم، هتبقى في الزقازيق الرخصه سي، عبد الله وطارق ياخدوها ان شاء الله. والاثنين جامدين. طارق برضو من الناس الجامده جدا والشخصيه الكاريزماتيك، يعني نفس الكلام شيكابالا. يمكن الظروف خليته يبعد دلوقتي عن قصه. انا كان شايفه في التدريب طبعا هو فني غير طبيعي، كلمك في الكوره دلوقتي نبقى قاعدين مثلا بالليل تلاقيه قلب ايه دوري الارجنتين، الدوري اللي مش عارف، هو بيتفرج كتير. خد بالك انت راجل يعني اشتغلت الشغلانه دي وفاهم، احلى حاجه ان انت تتفرج كتير، ده حقيقي. هتفهم اكتر، كل ما تتفرج اكتر كل ما هتفهم اكتر. فكنت لا الكوره بالنسبه لك ان انت تلعب وتمشي. في لاعب عبد الشافي نفسه، عبد الشافي ما بيتفرجش على كوره خالص، لا خالص، مش ما بيشوفش كوره. يعني ممكن يكون مثلا ماتش مصر مثلا واي فرقه مهمه جدا، بس ممكن ده يشوفه. طب شيكابالا لو بقى مدرب هيبقى مدرب ستايله عامل ازاي؟ جوارديولا. هيبقى زي جوارديولا. هو بيحب الكوره فهيلعب كوره حلو، هيلعب كويس. دايما هو له مقوله يعني دايما يقولها لنا، حتى لما هي كوره واحده مش اكتر من كوره، فاحنا يعني نخلي الضغط دايما على الفريق اللي قدامنا، اللي هي الكوره تبقى معانا كده هندافع بيه. استحواذ يعني. هندافع بالكوره لانها كوره واحده، يعني حتى لو احنا عايزين ندافع الكوره تبقى في رجلينا. فهي ده ستايله. حلو جدا. انت المفروض ان انت كمان محلل اداء معاهم صح كده في نادي جي. ايه الاجواء، ايه هناك، الاخبار؟ والله الحمد لله ماشيين كويس اهو، الحمد لله. كابتن ابراهيم صلاح بصراحه يعني قدر مع طبعا شيكا، فضلوا والله العظيم هم يعني كانت مجموعه عمل كده، وكان معانا كابتن محمد عويس وقتها. 14 يوم كانت اللي هي او 15 يوم بالكتير جدا على تكوين الفرقه دي. الفرقه ما كانتش مكونها، احنا اشترينا يعني، او جي اشترى الموضوع سورس من اللي هو من الو ايجيبت اكتر منه، لكن قدرنا اللي احنا في 14 15 يوم نجمع. وكابتن ابراهيم صلاح تعب قوي في التجميع، لانه كان عامل دور مدير التعاقدات عادي انه هو اللي بيكلم الناس واحنا كنا بنكلم الناس، وهو كان بيتفاوض في الفلوس. يعني حد بياخد 5 قروش، ابراهيم صلاح اللي كان بيقعد معاه وينزل ل3 قروش. ما كانش في حد لسه، كنا بنعمل تكوين سريع، فالناس تعبت. وكابتن ابراهيم تعب قبل الدوري ووقت الدوري وتكوين الفريق، ودلوقتي بتعب جدا مع الفريق. فاتمنى يعني التوفيق، كل التوفيق لكابتن ابراهيم. انا بحب ولاد الزمالك ينجحوا. كابتن امير عزمي لسه كسبان ماتشين، فرحانين جدا في مدينه احمد عيد ونجاحات. واحمد عبد الرؤوف كان في فتره، بس في فتره ما اعرفش ليه دون شويه كده الفتره دي. احمد عبد الرؤوف كان ماشي مع كويس البلدية. مع البلديه. المره دي التجربه مش افضل حاجه، ولكن كان ماشي قبلها في مصر السلوم، وماشي ما قبلها في البلديه، تجربتين هايلين جدا. انا كنت شغال، هي قالوا ايجيبت دي نفس الشركه، كانت هي المصري السلوم، كانت هي. فكنت بشوف احمد عبد الرؤوف وهو بيدرب. انا بقول لك انا اتعلمت منه مدرسه في الحب والاخلاص. كان معاه كابتن حسام اسامه اللي هو دلوقتي حسام اسامه في بورتو، من المدربين الجيدين جدا. فكل المدرسه بتاعت الزمالك بتمنى طبعا اللي هي اكيد بالعاطفه اللي الناس تنجح. الزمالك كان في منتصف التسعينات الدوري فيه 14 فريق، فيه 8 بيدربوا الزمالك، كابتن فاروق جعفر وحلمي، كابتن محمد حلمي وحلمي طولان، وكابتن فاروق السيد، وكابتن كل دول كانوا في الزمالك، كابتن حسن شحاته طبعا. كل دول كانوا في الزمالك ومدرسه الزمالك. الزمالك فعلا خد كتف لورا، ما اعرفش ليه. فالمفروض اللي القطاع في نادي الزمالك يطلع بقى مجموعه. النهارده كابتن تامر عبد الحميد بحييه كسب الاهلي 3، ومن ان شاء الله يبقى وهو خد بالك، لان تامر عبد الحميد بنى قطاع الناشئين في انديه اخرى فمتاسس، فان شاء الله يبقى مدرب في القطاعات جامد، وبعد كده يروح كابتن طارق السيد كان ماشي كويس والله العظيم، ما اعرفش تراجع عليه في قصه التدريب دي، كان ماشي كويس قوي. فالزمالك عنده الناس، بس عايز التعليم، لازم نتعلم ولازم الناس هتروح وتتعلم، بس عشان ياخدوا دورات اعلى وبفلوس اعلى لازم النادي يتبنى قصه زي دي، لازم يتبنى مشروع زي ده. كل ما يبقى في عدد مدربين النهارده، هقول لك حاجه، نادي الزمالك العريق ده بابنائه ده لما بيجي يختار مدرب عام او مدرب مساعد، الزمالك بيعجز. انت بتقعد تفكر، ما فيش حد اصلا، ما فيش حد ازاي عالمي. الزمالك كان، انا بقول لك
في الدوري كان 14 فرقه اوقات، في 7 غير الزمالك والاهلي الاجانب، 7 والمدربين الزمالك بيدربوا في الدوري كله. هو دايما اصلا نادي الزمالك عنده من امكانيات المدربين كتير جدا، حتى لغايه دلوقتي عندك طارق مصطفى، عندك ناس كتير قوي. نادي الزمالك دايما اخد الحته دي بتاعه التدريب بيكملوا فيها. تحس ان النادي الاهلي بياخد حته الاداره اكتر. عارف ليه؟ الاهلي فيه مؤسسات زي الاهرام. خلينا يعني انا امبارح بسمع حاجه لشوبير مع سيف زاهر، فقال له انا كنت والله شغال في وكاله الاهرام وهو لاعب ومش عارف ايه، وكانت مرتب ضئيل، ما كنتش احلم لما الدريب فتحت وبيحكي. فشوبير متعين في وكاله الاهرام، كابتن خطيب كان متعين في وكاله الاهرام، كابتن مش عارف كل الكباتن كانوا متعينين في وكاله، في وكالات اعلانيه او اي حاجه كانوا شغالين فيها. فما بيهتموا التدريب، وانت راجل في السوق وعارف وابن كار عارف التدريب ده شقه طبعا مش هزار. لا طبعا. فلعيبه الزمالك يعني عشان تحفر في يعني زي ما بيقولوا يحفروا بايديهم، كانوا بيروحوا للتدريب اكتر. علشان التدريب ما فيهوش بقى، دي ما فيهوش، دي لازم تبقى موهبه واراده و فكانوا تلاقي حسن شحاته ماسك السويس صعدها، ماسك المنيا صعدها، ماسك الشرقيه صعدها، منتخب مصر المقاولين صعدوا، كل ده كان كابتن حسن شحاته. وهكذا كابتن فاروق جعفر. على فكره الناس بس فاكره الناس بتاخد المشهد الاخير، كابتن فاروق جعفر كان له نجاحات في الكره المصريه، كابتن حلمي طولان له نجاحات في الكره المصريه وطلع اجيال. وكابتن حلمي طولان من الناس يمكن خدش بطولات، بس من الناس اللي عينيها حلوه قوي في الكوره وليها ايادي بيضاء. ما هو انت النهارده ما تجيش لاستون فيلا او اي نادي في منتصف الجدول تقول له فين البطولات اللي انت خدتها، هو مش هيقدر ياخد بطولات. فما تقوليش حلمي طولان ما خدش مثلا يعني كابتن فاروق السيد. لا ده كابتن حلمي طولان كمان عمل طفره في حرس الحدود غير طبيعيه، الحرس يعني. وانبي وغيرها من الانديه اللي اشتغل فيها طبعا كابتن حلمي، وعينه حلوه في الكوره. خد بالك كابتن حلمي من الناس اللي عينها حلوه في الكوره. كابتن محمد حلمي. فانت زمان كان عنده المدارس دي، نفسي اللي هي ترجع تاني، يعني نفسي اللي هي ترجع تاني. النادي يهتم بذلك، يعني النادي بعد ما يخلص بس مشاكله يهتم اللي هو يطلع اجيال في المدربين يعمل لها كفر حمايه ويشغلها ويعلمها بشكل اكبر. بس احمد في الجزء الثاني ده انا عايز اسالك بقى على حاجه ليها علاقه بيك انت شويه. فاكر اول فيديو عملته؟ فاكره. كان ايه بقى؟ انا مش فاكر كان محتواه ايه، بس كنت فاكر لابس ايه، كنت لابس بينج سماوي كده ومش عارف كان من كان ماتش تحليل لماتش غالبا يعني. هو انا بحلل واعمل اخبار وبعمل، انت عارف انت ميكس عشوائي كده. فكان تحليل لماتش، بس ماتش الزمالك في افريقيا. انا بحب الزمالك قوي يكسب في دوري ابطال، كان ماتش غالبا في دوري ابطال. فانا بطوله دوري ابطال عزيزه عليا، الزمالك ما بياخدهاش، بس هي عزيزه عليا، اتربينا عليها. لما اتولدنا الزمالك كان هو الاكبر فيها. لما يعني تكون فكرنا التشجيعي، الزمالك كان بياخد دوري الابطال على طول وكان الاكثر فهي بطوله تاريخيه بالنسبه لجمهور الزمالك المفروض، فمتعلق بيها بشكل كبير. فكان غالبا ماتش في دوري ابطال يعني او حاجه كده للزمالك. للزمالك. والفيديو ده جاب كام فيو؟ متهيألي ما كملش 1000 لحد دلوقتي يعني. لحد دلوقتي لحد دلوقتي ما كملش 1000 واحد يعني، بيتهيألي يعني اعتقد. كان على يوتيوب ولا كان يوتيوب؟ انا بص انا بعشق يوتيوب. منصه الى حد كبير اللي هي الاكثريه يعني تلاقي بودكاستاتي مثلا كلها على اليوتيوب. الله ايه الجمال ده، حلو قوي. هتروح فيسبوك يا دي بص شتيمه في كل ففيسبوك وتيك توك لا الموضوع صعب يعني. طب ايه الفيديو بقى اللي ضرب معاك؟ ضرب كفيديو خاص يعني؟ يعني انت المفروض على اليوتيوب من سنه كام تقريبا؟ لا من 2007. طب حلو بس ما كنتش بعمل محتوى خاص بسنتي. كنت 2007 باخد الالترس، الفلوجات بتاعه الالترس. انا بحب الالترس اهلاوي كمان، حتى هتلاقي فيديوهات عندي الالترس. انا بحب فكره الالترس اصلا، بحبها. للمصري للاسماعيلي كنت بتلاقي طبعا، والاكبر للزمالك. فاول فيديو ضرب بالنسبه للالتراس يعني كان واحده للاهلي واحده زمالك، دول اكتر اتنين اصلا كانوا متشافين. واحد في الجونه اللي هو يا مدفعيه، كان جمهور الاهلي بيغنيها لبوتريكا. فاكرها؟ انا عارف. انا ما تقول لي حته كده لا بس لا والله يا تقول لا هم يا مدفعيه يا تريكا، رجلك قويه يا تريكا. ومن منطقه من السيده مش عارف ليه كده يا دي كانت هي اجمد واحده يعني، عدت بصراحه. والناحيه الثانيه طبعا تفضل امجادك قدام عيني، دي طارت. كان في اغنيه اسمها تفضل امجادك قدام عيني تفضل عالي للسما، كان جمهور الزمالك غناها بعد ماتش صن داونز اللي هنا. دي يعني في كتير عدوا، بس اكتر فيديو اول واحد في الترند ده نسيته بتاع التالتة شمال، لما جيكا في ماتش المصري بعد ما محمد ابراهيم رقص وبتاع، فالجمهور غنى التالتة شمال. فده كنت انا الوحيد تقريبا اللي خدتها، وعملت ضجه غير ضجه وقتها مودرن سبورت وكل الناس، فجت الكونتر بتاع التالتة شمال. لكن الزمالك بقى، زمالك الجمهور كانت تفضل امجادك قدام عيني
لان انا ما قدرتش، انهارت في اللحظه دي. كان جمهور لعيبه الزمالك وباسم مرسي، باسم كان يعني شكله محارب طالع من حرب فيها كل ال كان عامل حاجه حمراء كده وهو لا ومتبهدل وجسمه متبهدل والراجل مايوكا شايل كرة من على دماغه، كانت هتبقى 2-0 في الدقيقه 80 اللي جيكا رفعها دي يا عم 2-0 مع الجمهور ده، وربنا كانت 3-0 والزمالك كان ممكن يلعب بلانتات. فعارف انت باسم بالذات، باسم طبعا شيكا اكتر اتنين كانوا زعلانين قوي بعد المباراه دي. شيكا قعد يعيط انهيار في عياط، وباسم كان واقف يا عيني. باسم انا كنت حاسس بالضغينه اللي يعني الراجل مش قادر يتحرك لاوضه اللبس، من كان نفسه، هو عمل بطوله خياليه وكان عامل سيزون خيالي، فكان نفسه ياخد البطوله دي، وعمل ماتش الوداد زي ما انت فاكر، وعمل فكان يعني هي انا دي باسم اكتر انا كنت أغنية. وكيله على فكره. باسم جامد. باسم عمل طفره والله في الزمالك فتره من الفترات، بس كنت اتمنى ان باسم يعني باسم لو كان كمل بنص مستواه كان زمانه في نادي ال200 دلوقتي مش في نادي ال100. ده حقيقي ده حقيقي. باسم موهبه كبيره قوي للاسف، ما اعرفش يعني لايه الاسباب، بس كنت اتمنى ان هو يكمل اكتر. ان شاء الله يرجع يبقى افضل من الله الاول يا رب ان شاء انا الله. بحبه على المستوى الشخصي بس. طيب لما بتشوف الفيديوهات بتاعتك على اليوتيوب وبتشوف الفيديوهات التانية على اليوتيوب للناس التانية، احنا رايحين فين؟ هل احنا في حتة حلوة، في حتة كويسة، ولا احنا كايه يعني كسوشيال ميديا اللي بيحصل في الكورة يعني؟ لا طبعا لا طبعا. شايفها ازاي؟ لا احنا رايحين في حته وحشه جدا. شايفها ازاي؟ بص عالم، حتى لما هفتح معاك اول مره القصه دي، يعني ما فتحتهاش في بودكاست خالص، يمكن في اللايف حتى برضو كان باستحياء. في الحلقه لما طلعت مع ابراهيم فايق في MBC، كان قدامنا 2 من النادي الاهلي اخواتنا يعني، وخاصه شادي عشان او عشان خاصه عشان شادي عارفه، شادي حبشي شادي عارفه محترم. شادي بحبه جدا جدا، الراجل بيقدم محتوى اللي هو حاجات في زي ما ليه حاجات في الزمالك اكستريم وكده، بس في النهايه وده اللي يعني كل الحلقات اللي شبه هو ده اللي شغال، الفورمات اللي شغال اكتر حاجه. طيب ما انا عملتها مع شادي، انا طلعت مع شادي، طلعت مع عايدي، وطلعت مع، انا بتكلم على الاهلاويه، طلعت مع عبد الرحمن، ما بعتبروش اهلاوي زملكاوي، بس طلعت مع يلا كوره مع ناس اهلاويه في بودكاست يلا كوره اوفيشال، واكتر من بودكاست غالبا يعني اهلاويه، وعملناها وما حدش قام زعلان من التاني، ومحدش زعق، ومحدش عمل حاجه، ومحدش قصف جابت حد، ومحدش اهان حد، ومحدش حرك حد، اتكلمنا كوره ومشينا بس شكرا. في نفس الحلقه الناس جابت، انا بقول لك انا عايزك اي حد يشوفها، جابت حاجات وهميه اللي فيه مش عارف مين كسب، ما فيش حد كسب حد، الحلقه اصلا هاديه جدا. ومش عايز اقول انا بقى شاطر في القصه دي ولا بتاع، بس انا كنت قاصد ان الحلقه تروح لكده. وحتى انا قلت في اليوتيوب لا، انا لو انتوا فاكريني، لا في اخر مشهد في سكواد جيم انت شفته، لما لو شفت المسلسل الجزء الثالث هو انتحر هو في الاخر. الجزء الاول بس ماشي، الجزء الثالث هو وطفله، تمام خلاص، فقالوا له انت هتكسب طفله، هيرميها يكسب خلاص وياخد الفلوس كلها. قال له احنا مش حصينة خيل في السبق بنسليكم. نفس الكلام انا بقول للناس كلها اللي كانت مستنياني هوبا الله لا واعمل بقى وموت ده انا مش مهرج ولا حصان خيل ولا الراجل في مصارعه رومانيه جاي اسليك يا عالمي. انا راجل هاجي اقول كلمتين اللي جوايا، هتاخدهم بالشكل اللي انا عايز اديهم لك ماشي، مش هتاخدهم خلاص سلام. ساعات بننفعل على اليوتيوب، يعني مثلا يقول لي في ناس تقول لي انت بتنفعل، ايوه انفعال، مثلا حد بينفعل، حد بيشتم بتاع، فانت ده انفعال مش مختلف عن ده. انما انت فكره ان انت مستني مين يخلق الديوك، لعبه الديوك بتاع الديوك، خلينا ننزل فاكر الديوك زمان لو انت ايوه الخناقات بتاعت الديوك دي وراهنوا عليهم. ايوه انت بقى مراهن عليا في الديك، لا ما تراهنش عليا، انا بقول لك ما تراهنش عليا، انا مش هلعب اللعبه دي، انا مش هسلي حد. هي بس ده اللي بيبيع. ما انا لسه جاي لك، ما ده جزء ده اللي بيبيع، بس انا مش معلش انا مش هعرف اعمله، انا مش هعرف اعمله ليه النهارده ده اللي بيبيع. بس انا من وجهه نظري يعني الحاجات دي زي مثلا افلام التجاريه في مصر اللي هي زي افلام السبكي في فتره من الفترات، زي افلام يانجو بلاي. دلوقتي يانجو بلاي بتعمل افلام صعبه قوي بصراحه كلها بتتعمل في 3 ايام، يعني بحس افلام يانجو بلاي كلها بتتعمل في 3 ايام، فدي افلام كلها بتتنسي في ساعتها، الناس بتشوفها وتنساها في ساعتها. انما النهارده يوسف شاهين مع فوارق التشبيه، انا ما بعظمش ولا يوسف شاهين النهارده مهرجان الجونه عامل مئويه ليوسف شاهين، بيختاروا بين اعظم مثلا 10 افلام ليوسف شاهين، الناس فاكره افلام كل افلام يوسف شاهين، ولا فيلم تقدر تنساه، ولا فيلم حتى الوحش اللي فيه اختيار مثلا لداليدا، انت بتقعد تفتكر بس اليوم في شغل جامد جدا، بس هو اختار غلط في الكاست. داليدا مثلا كانت المفروض تبقى محسنه توفيق، وهكذا يعني هتقول في حاجه هتتكلم فيها. انما كل الافلام التجاريه اللي اتعملت في السبعينات والستينات وحتى دلوقتي
بتتنسي بعد ما بتتشاف. فانا مش ده عايز لا انا ما نمشي من العالم ده، ما نكبرش الموضوع ولا نقول ان احنا جامدين ولا بتاع، بس الناس تفتكرنا بالخير بس. شكرا. اللي احنا قدمنا حاجه، اللي انا رحت قدمت كلمه، قدمت احمد معلومه. انت بدأت كده اصلا ولا انت اتحولت يعني؟ انت انت على طول والله كده؟ عمري ما عمل، ما انا بقول لك طلعت مع ناس اهلاويه كتير اهو. لا البدايات خالص بقى، لما انت كنت بادئ كده خالص زمان. كده انا لحد دلوقتي بتنرفز وبتعصب، انا راجل بحر متوسطي، انا ما بقولش ان انا داخل، بس انا كنت قاصد ابقى هادي قوي في اليوم ده. انا مخدر نفسي وخدرت القعده هتلاقي كلها والله. هات الحلقه سوري في يعني هي كلمه مصري بس مش الحلقه مش ممتعه، بلاش الكلمه التانية المصريه. الحلقه لو انت شفتها حلقه مش ممتعه. ما تقعدش ومستني وقافل وحابس ليه يا عالمي؟ كوره في الاخر يعني. ايوه معلش يعني دول ما همش ده ما قبيلتين، هي مش قبيلتين بيتخانقوا على مش بعض. حرب يعني. مش عارف انت، هم عايزين يعملوها زي بتاعه الجاهليه، فقولوا ما عندك فانت قول. ما فيش الكلام ده، دي كوره. انت والله يوجد هل افرض اللي كسب زملكاوي، هو اصلا هات كل الحلقات اللي فيها مكسب وخساره، اي حاجه، حلقه كابتن سيد وكابتن عفيفي تمام او عفيفي، صفحات الزمالك عفيفي قدر ينتصر على سيد ابو حفيظ صح، صفحات الاهلي سيد ابو حفيظ عر عفيفي قدام ما فيش حد هيكسب ادي صح. هات اي حلقه هي كده، هي ما حدش هل انت النهارده هيطلع واحد اهلاوي يقتنع بكلامي ويبقى زملكاوي مثلا او العكس، او هيقلل ولا الهوا ولا هنا ولا كل واحد دايما بتشوف الصوره من ماشي، وجهه نظره. اللي كويس وبيبيع انا اعمله بس بطريقتي، وعملته ده زي ما قلت لك مع كذا حد اهلاوي، دخلت وخرجت سالمين غانمين. هنتخانق اكيد عشان بس اصل ممكن يحصل خناقه في النص اللي هي الخناقه الطبيعيه، هو يقول لي مش عارف ايه. انا النهارده اول ما هلاقي نادي الزمالك في اي قعده حد حاول يهينه بشكل ما او باخر، لا هزعق او مش هزعق يعني فاهمك. فهتلاقي سنتي اللي هو اللي النرف ده طلع. بس في القعده اللي انا قاعدها والله ما حدش يقرب لنادي الزمالك خالص، ولا من قريب ولا من بعيد، باي فكره او باي اتهام حتى بغير مباشر، بس بالادب. كلام كله مش خناقه عادي. مش حاجه اصلا، ولا حد يهين الزمالك. هتهين الزمالك او هتهين الراجل، لا انا كده مسؤول عن الكلام ده. فانا قاعد والزمالك بتهان، لا ساعتها هتلاقي بقى زنتي بتاع اليوتيوب. فانا قاعد لا انا قعدت هديت القصه خالص، وعشان يا جماعه دي الحكايه، انتوا عايزينها كده ولا لا؟ مش عايزينها كده، عايزينها تجاره، هاتوا ناس تجاره. مش هعرف انا اعمل او انا هعمل ده، فخليني معاك في ده بس. انت التحول في حياتك من حد بيعمل فيديوهات لحد مع الجمهور، لحد في الوايت نايتس، لحد وبعدين التحول لسنتي اللي الناس كلها بتتكلم عليه، اللي الناس كلها تعرفه، التحول ده جه ازاي بس بجملتين؟ مش والله انا من الاول وانا صغير خد بالك سبحان الله وهي بتاعت ربك يعني، الحاجات دي فعلا بجد بتاعت ربنا، مفيش اي بني ادم شاطر فيها. انا من اول وانا صغير يعني كنت معروف شويه حتى في المنتديات، حتى الجمهور اسماعيلي يعني حصل لنا موقف اصلا ما سمعتش كلمه منتديات دي من زمان قوي. شفت ما انا بقول لك مع الجمهور الاسماعيلي ما فيش لسه فيسبوك، اتزنقنا وبتاع، وناس دخلت يعني اصحابي كانوا لابسين وايت نايتس، دخلوا علينا كافيه وعايزين ياخدوا التيشيرت وبتاع، ميمي واحد اسمه ميمي كان في الالتراس يعني، انا سنتي بتاع اللي هو فيديو باتشوكا بتاع ابو تريكه مش عارف، فكرته يعني كان ده على السايبر في سايبرات اسماعيليه كلها يعني، كنت بشتغل في السايبر لما بخلص، تعالى سنت بتاع، طب هاتوا خد يا عم هنموت خد بالك. وساعتها الناس لامت الواد هيموت، احنا بجد 500 على 3، طب هيعملوا فينا ايه؟ وخلاص. واقول لك على حاجه، والراجل ده انا بشكره بالخير لغايه دلوقتي، الكافيه ده اتكسر والراجل ما خدش مننا جنيه وفضل حمينا وفضل داخل مش راضي حد يسلمه. فالقصد يعني بس عشان سريعا، الحمد لله يعني عندي مقدار معرفه زايد طبعا مش زي الاول، فما بتعامل مع الناس اخواتي والله يعني. انا بتقابل في مقابلات في كل بلدان القطر المصري يعني، اذا كان محله شرقيه مش عارف ايه دول كلهم، منصوره، كل الناس حبايبي في كل حته بروح بتقابل مقابلات حلوه قوي. وبره حتى لما بخرج، لما بسافر الخليج مع اذا كانت سفريات، كنت مدعو مثلا من نادي النصر في مره السعودي او الزمالك في السفريات اللي بره او كده، بقابل ترحاب انا بجد بفخر بيه. يمكن انا فعلا بجد، وده مش تمثيل قدام الناس عارفاني على ايه، ما عملتش فلوس خالص، مش فلوس حلوه، ما عملتش فلوس خالص، انا ماشي الشهر بشهره لحد اللحظه اللي انا فيها دي. حتى من اليوتيوب بتخلص في الشهر ده والله العظيم انا بحلف. بتعمل كام من اليوتيوب؟ على حسب يعني، هكون في شهر كل شهر وشهره على حسب يعني الافريج على حسب والله على حسب. مش لا مش محدش في مصر بيقول بيعمل كام. لا والله أنا بس مش في الارقام اللي الناس يعني ما يتحدوش الارقام اللي هي ما فيش 3 اصفار الكتير دي اللي هي لا هي الحاجات الطبيعيه عادي اللي انت خد بالك عندك مصاريف تانية وستاندات. طيب ماشي خلينا ناخدها العكس. اعلى مره عملت، انا بس مش عارف اقول ليه ايه والله العظيم عارف مش لا اعلى والله بس فينا والله. طب هقول لك اسالك، لا هقول لك بس حتى انت هتفهمها نفسيه اكتر انسانيه.
الاجواء بقت مصممه قوي قوي. انا نفسي اقول وحياة ولادي نفسي اقول انا عادي مش بس فارقة. مش هينفع اقول. مش عشان مش هينفع. انت عارف لو قلت 5 قروش اقول لك بص بيعمل ايه. لو 50 قرش اقول لك شوف اتفضل اللي بيتاجر بيه. وانا في بتاجر ايه يا علامه؟ انا باجي اقول لك عمري الشخص الوحيد يوتيوب، ما اعرفش انت بتقولها ولا لا، ولا لك ولا سبسكرايب ولا لايك، ماليش دعوه. عايز تعلمني تسمع الكلمتين. انا اكتر انسان في العالم بعمل بلوكات يعني اصلا. تشتمني خلاص مع السلامه يعمل لك، فاهم؟ فالقصد ايه؟ لا هي النفوس مصممه. لو قلت 5 قروش بكداب، ولو قلت 50 قرش شفت يا عم بيتاجر بيك اهو. هي دي القصه. لكن انا نفسي اقول انا عادي، انا راجل عريان مع الناس خالص بس في طب موضوع اعلى كأس العالم. اعلى حلقه جبت فيها قد ايه؟ اعلى حلقه واحده بس، وايه كان المحتوى بتاعها؟ بص هو كاس العالم انا ما بشوفش والله بالحلقات. كاس عالم ولا كاس عالم انديه؟ كاس عالم في قطر دي ماشي. احلى ايام حياتي مثلا. ده ممكن اقول لك مثلا ده انا كنت راجع تقريبا متخطي ال 70 80 الف جنيه. دي ما شاء كانت الله. اعلى حاجه يعني ما شاء الله. في كاس العالم. كنت مبسوط قوي وكنت فرحان قوي. في التوقيت بتاع كاس العالم دي اعلى حاجه اهو 70 ماشي. 80 الف. انت كده اقل عارف. اقل حاجه لا بقى. في حاجات بقى اقل حاجه دي ممكن كان يبقى مثلا بجد 1000 جنيه او 2000 في الاول. ما في الاول ففي حاجات ما كانتش بتعمل، لكن هي اعلى حاجه كانت كاس العالم طبعا. كاس العالم لو هتنصح حد عايز يخش اليوتيوب وانا منهم، ماشي تقول ايه؟ اقول له خش بكل قوه. هو دي المنصه لازم الأفضل. اشتم وازعق واقلب الدنيا وبوم وطخ ليه؟ واعمل كده الحاجات دي ولا؟ يعني احنا بنعمل حاجات فيها مثلا عايز اعلم حد حاجه، عايز اقول نصوحي لحد عمل معلومه. خلينا نجيب ناس جامده. مش نصوحي جامد مم. عمل كده؟ لا. طيب كان في الكوره الاوروبيه. شادي عمل كده. انا بحب المحتوى بتاع شادي بصراحه. طيب يعني بحب المحتوى بتاع شادي حبشي بصراحه. عفيفه عمل كده. انا بموت في تحليل عفيفه على طيب فكره. يبقى في ناس اهو ناس جامده. الله طبعا. اكبر ربنا يبارك لها يعني. طبعا. ومين تاني؟ انا عايز افتكر بس اسماء ناس. هتلاقي ناس كتير. لا انا مش حتى انا ساعات انا عن نفسي ساعات بتنرفز كتير، بس نرفزتي كده من شخصيتي مش من. بس بحاول اهديها. من يوم ما رحت مستشفى الناس، وده كان قريب ما كانش بعيد. مستشفى الناس لما تروح وتشوف اطفال مفتوح قلب مفتوح ومش عارف ايه والكلام ده. انت انا بكلمت نفسي وانا راجع. انت مين انت؟ وانت ايه اصلا؟ انت حته هوا مالكش لازمه. انت ده طفله قاعده ابتلاء ليها ولاهلها اللي هي كده صح. فانت في ثانيه ممكن تبقى كده. فبحاول اهدى الاسبوع. بس فعلا الاجواء انت مش متسابق. في شغلانه في مصر اسمها اللجان في كل الانديه في كل حد، وفي الفنانين وفي تلاقي فنانه مع مسلسل ما حدش شافه الا هي وخالتها يعني ماشي. تلاقيه هو الترند. ازاي يا حاجه ما حدش بيشوفه محطوط في قناه على تحت بير السلم اصلا بيجي الساعه 12 ونص بالليل ما حدش يشوفه، وتلاقيه هو الترند الاول. ازاي اشترت وهكذا بقى. فانت النهارده في قصص كتيرة جدا جدا هي بس اللي مسممة القصة دي. لكن انا بالنسبة لي الحمد لله على اللي انا وصلت له. ولكن اللي اقدر اقسم لك بيه والقسم امام ربنا اتحكم بيه، مفيش ولا مرة لحد دلوقتي انا ليا مدخرات خالص. اقسم بالله الشهر وانا مبسوط. اقسم بالله في قمة السعادة. مش قناعة كنز ولا كلا. لا انا مبسوط عامل فلوسي الناس. انا عندي قاعدة هي فكرة المصادر مثلا بيزعلوا منها. هو انت عارف ازاي؟ هو انت عارف مفيش حد؟ ما انت رجالتك كلها اللي في النادي مثلا يعني. بس انت عنده قاعده. انا مثلا وانا قلتها دي اقدر اقولها معاه. مثلا هديك حاجتين. في بتروجيت الزمالك حسين لبيب راح ومش عارف ايه وبيخلص حامد حمدان. مين اللي قال لي عضو راجل بتاع الامن اللي لابس ازرق؟ طيب الزمالك بياخد قرض يعني من احد حد تقيل جدا قال لي حد تقيل. فهنا انا جبت لك الاثنين دول ليه؟ معاك في طائفه او فئه ناس كبيره في البلد عارفاك الحمد لله، ومعاك اقل حد الناس كلها فوق دماغنا يعني. كل الناس الحمد لله انا بتاع كل الناس هتلاقيني في الشرقيه بعد كاس العالم كنت مع ميسي ومودريتش ومش عارف ايه. فالناس جايبين لي كرسي عشان اقعد عليه. كنت في قريه قلت لهم كرسي ايه يا عالمي؟ هو ميسي زيك ما عدا ميسي يعني شيل ميسي. اي لعيب في العالم زيك زي اللعيب. انا بعامل اي لعيب في العالم ما عدا ميسي يعني شيل ميسي من القصه. ده في حته لوحده اصلا دعوه بميسي. اي لعيب في العالم بس هو ده ظروفه ساعدته اللي هو يلعب في منتخب كذا. زي ونشوف اللعيبه اللي اتهجرت واللعيبه اللي مش عارف ايه. لو ما كانتش اتهجرت وما كانش في تجنيس كان زمانهم في اوغندا في غينيا في كينيا بيلعبوا عادي زيهم زي اي حاجه. بيبقى اعظم من اعظم لعيبه العالم دلوقتي. مبابي كان زمانه في الكاميرون عادي. لعيب في الكاميرون عادي صح. فهي التوفيق والحظ وكل حاجه بيخدم واراده الله اللي بتخدم في الحاجات دي. انت بتجتهد وكل حاجه. لكن انا بعامل كل البشر زي بعض. قلت له يا حبيبي انا هقعد على الارض زي ما انا جاي. مش هقعد على الكرسي. كاس عالم سنتي وانتوا كاس عالمي عالمي. هم كلهم زي بعض. هي الناس كلها زي بعض. فانا بعامل كل ده زي بعضه. فكل ده توفيق من الله بس. لكن انا مبسوط. اللي انا كنزي في الحياه وهي الناس. اتمنى يبقى معايا فلوس. اتمنى اركب اي عربيه حتى يبقى معايا. انا جاي لك ايه دلوقتي؟ مش انت جاي اوبر صح. صح. انا واتمنى اجيب عربيه واتمنى اخد شقه تمليك قبل بقى. مش ماشي حلو
هيجي او ما جاش خلاص، انا عشت الرحله، انا عشت الرحله ومبسوط جدا جدا بيها، وعملت كل اللي انا عايزه. وفعلا انا من الناس اللي الموضوع جي ده خد بالك عامل لي، او اللي هو قالوا ايجيبت يعني، اللي كان قالوا ايجيبت برضه مع كابتن حسام، عامل لي تجديد دوافع. انا كنا مع كابتن حسام الفرقه كانت تقريبا هبطت، كان عندها 3 نقط في الدور الاول. فلما جينا قعد الكابتن حسام قعدها يعني واحنا كنا مع بعض يعني الفريق. ففكره انت قعدت فرقه دي بالنسبه لي كانت حلم. الوقت انت بتساعد او في منظومه فيها حد اخوك او بتحبه حب زي، انا ما بحبش كبار زي حب لاولادي، حب زي زملكاويه كتير على فكره، انا مش بافور زملكاويه وانت عارف كده، في زملكاويه كتير بيحبوا شيكابالا حب غير طبيعي. هو اي حد اتفرج على شيكابالا لازم يحبه بصراحه. فخد بالك انت بقى واخوك في منظومه واحده، اخوك اللي فعلا انت، واللي هي قالوا ايجيبت خد بالك، بس عشان لما يعني الناس دي جايه عليا على ده هزار طبعا. فانا اصلا في نفس النادي، عشان الناس ما حد تقول بس مش عارف شيكا جابه، يا عم انا في نفس النادي والله، ده النادي بتاعي السنه اللي فاتت تمام. بس في النادي بقى عايزين هيصعد او هيعمل حاجه او هيشتغل او الكلام من ده صح. فنفسي اللي هو ينجح وينجح معايا، هو ده اللي مجدد دوافع. لكن انا ما عنديش اي دوافع في الحياه تانية. انا عملت حاجات ما كنتش احلم بيها كتير. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله كل التوفيق ليك. انا اتبسطت اسف لو انا جدا طولت خالص يعني خالص والله العظيم. القعده معاك جميله والكلام معاك ممتع جدا وكل التوفيق ليك. انت شبهنا يعني احنا شبه بعض دي احلى حاجه. ما فيش فوق وتحت وكلام عامل ازاي. احنا شبه بعض، وده احلى حاجه في الموضوع والله يا سانتي. ان شاء الله هيتكرر ده تاني ان شاء الله. بس نتكلم كوره اكتر، نتكلم تحليل منك في التحليل. انا اتبسطت قوي في الكلام اللي معاك بره الهوا، واتعلمت حاجه جديده، وهتعلم منك، نقعد مع بعض زي ما انت قلت لي وعدتني، نحلل الماتش مع بعض، هنحلل الماتش واحاول اتعلم حاجات جديده. انا بحب اتعلم يعني، وانا كمان برضه هتعلم منك. انت عالم. مجتهد وعندك حاجات كتير الواحد بصراحه استفاد بيها جدا. عايز اتكلم معاك بعد كده على اليوتيوب، عايز اتكلم معاك على التحليل، عايز اتكلم معاك في حاجات كتير تانية هنقررها تاني ان شاء الله. وممكن نبقى نعمل حتى تحليل مع بعض المباريات في الدوري المصري مع بعض ان شاء الله. اتشرفت بيك جدا وشكرا بجد يا احمد، شكرا لوجودك الدعوه.